نجاح وتفرقع سريع والكلام نجاح ده سريع. يعني. يعني خلينا نسمي الحاجات بقى مسميات. يعني استفزتني الكلمة دي. انا لو بادجت. ده ابلكيشن بيع عجول. فبقول يعني ايه قوي وامين؟ انك وقت ما تجيلك الفرصة انك تصحى. لا مش فاهمه. واحنا بالفعل عندنا ثقة جلوبال الامارات. ليه ثقه؟ ثقة هي اساس كل حاجة. ياخد بسعر احسن من اوروبا. في مجال الادوية البيطرية بنبيع بنفس المبدأ. امشي عدل يحتار عدوك فيك. بالظبط. يتأمن على العجول. ابلكيشن عجول ويتأمن على العجول. ممكن نكت دي يا عبد الرحمن لو سمحت. اكيد في مره حسيت ان امضن مش قادر، انا عايزه ارجع موظف دلوقتي حلو. هكون بكذب عليك لو قلت لك لا ما فكرتش. فريتش مايند. تطوير عقاري. احنا ايه اللي جابنا هنا؟ الدايفرستي مش انا اللي اخترعته. امتى قررت يكون عندك شغل خاص؟ اشتغلت في اوبر. كنت الصبح صاحب شركة واخر اليوم في اوبر. لا انت كده يعني تعتبر اصغر رائد اعمال. ستاند باي يا جماعه، نجهز. مساء الخير، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ منورنا. اتفضل. في كل قصة نجاح بيبقى فيه فصل ما بيتحكيش عنه، فصل مليان مغامرة مجازفة وساعات بيبقى شاب عنده 24 سنة بدأ يعمل شركته الخاصة في عز ما كل الناس اللي حواليه كانت بتقوله ده تهور، وفي عز أزمة كورونا وشركات كتير جدا بتقفل، كانت هي بالنسبة له نقطة انطلاق في مجال التصنيع. رحبوا معايا بضيفنا أحمد جمال، مؤسس ومدير مجموعة أحمد جمال السيد. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. أنا عايزة أعرف مين أحمد جمال؟ احمد جمال الشاب اللي عنده 24 سنة، يعني يمكن ده عدى 11 سنة على الشاب ده. نشأ وترعرع يعني في محافظة الشرقية في إحدى قرى مركز منيا القمح. خريج جامعة الزقازيق كلية تجارة. درست مجموعة من الدبلومات، دبلوم تجارة دولية، دبلوم تسويق دولي. حاليا في مرحلة الدراسات العليا في جامعة إسلاسكا الفرنسية، فمريت بشوية حاجات كويسة. طيب يعني دي الدراسة، البداية العملية بقى يعني كشغل، بداية كانت عاملة ازاي؟ لا كشغل انا كنت بشتغل من وانا صغير جدا يعني. قد ايه مثلا؟ لا ممكن مثلا من اولى اعدادي. طب ده يعني يعني اشتغلت ايه؟ يعني بدأت اشتغلت في مصانع، يعني طبعا بما اني في محافظة الشرقية، فطبعا المنطقة الصناعية في العاشر من رمضان دي كتير جدا من ابناء المحافظة بيشتغل فيها. وكان ساعتها بيرحبوا بالطلبة يعني ان هم يشتغلوا، فكنت بشتغل فترة الاجازة واستمريت فترة كبيرة جدا متواجد في مصانع العاشر وبتنقل من مصنع لمصنع. الشغل في سن صغير أثر عليك؟ يعني بتشوف ان هو أثر عليك دلوقتي؟ يعني ساهم بشكل كبير في تكوين شخصيتي. طبعا اللي بيشتغل من وهو صغير فبيتحمل المسؤولية بشكل بدري شوية. فبالتالي بيبقى من البداية مقدر يعني ايه شغل ويعني ايه مسؤوليات. بيقدر كمان قيمة الفلوس شوية ولا ملاش علاقة؟ بيخليك تحترمها. امتى قررت يكون عندك شغل خاص؟ يعني بدأ من امتى لما قلت انا هيبقى عندي البيزنس بتاعي؟ وهل ده كان قبله مثلا كان في شغل في شركة كموظف؟ طيب يعني هحكي لك من البداية شوية، يا ريت. ننزل شوية كده، نرجع بالزمن كتير. يعني يمكن من حظي الكويس ان انا كنت في قرية كبيرة، يعني قرية كبيرة دي فيها كل المهن، فكان في التاجر وكان في الموظف وكان في المدرس واصحاب المؤهلات يعني اللي بيشتغلوا في وظائف ممكن تكون مميزة شوية. فكان قدامي كل واحد ومستواه المادي، فكان بيلفت نظري التاجر ده يعني الأسعار زادت، الأسعار قلت، دايما بيبقى محافظ على مستوى الاجتماعي. وطبعا بطبيعة بقى ان احنا في قرية فكلنا عارفين بعض، فزمايلي بقى اللي ابهاتهم تجار مثلا او بيشتغلوا شغل حر بيبقى باين جدا ان هو في مستوى اجتماعي مختلف. الموظفين بشكل عام كلهم تقريبا كانوا في نفس المستوى الاجتماعي. يمكن حتى ساعتها كان موجود مصطلح محدود الدخل يعني. هو حاليا ما بقاش محدود الدخل يعني. كان الموضوع اختلف كتير يعني، طبقات في النص طارد. فكان يمكن ده درس عملي قدامي، ان لو حابب او لو عايز تاخد مسار من بقى الراحة المادية، من انك تحصل على مستوى اجتماعي مميز، فده طريق قدامك هتمشيه. الطريق بقى وانا بمشيه كنت مذاكره كويس.
يعني كنت واخد بالي، لان كان بيتقال بقى احنا الكرة عامة زي ما كلنا عارفين بيتقال بقى الحكايات، فلان ده بدأ من الصفر، فلان ده ما كانش معاه حاجة، يعني الجو ده، فكان بيستهويني الحكايات دي. ويمكن عندنا في القرية ناس بدأت من الصفر بقى ووصلوا لمراحل كبيرة. قريتنا بالمناسبة اسمها شال شلمون، مشهورة اسمها جدا. إيه؟ شال شلمون. شال شلمون يعني بلد الاستاذ مجدي الجلاد أيوه. يعني هي ونماذج الشرقية كبيره عموما جدا. يعني ما شاء الله ولاده يعني الحمد ولادة. لله. فكان يعني قدامنا بقى النماذج الكتير فده استهواني جدا يعني. وبما ان والدي يعني كان راجل موظف وكان من محدود الدخل، فطبعا بنزل وبشتغل وبشوف قد ايه الموضوع مرهق شويه، فما حبيتش خالص الوظيفه من نعومه اظافري يعني زي ما بيقولوا. وانا الوظيفه بالنسبه لي هو يعني سجن، يعني ممكن تحط فيه يعني احلامك وطموحاتك وتطلعك انك تكون افضل نسخه من نفسك. فمن البدايه وانا حاطط طريق قدامي ان انا الوظيفه دي مطلقها بالثلاثه من النشأة. من النشأة. يعني هي حاجة كانت جواك من النشأة، ملهاش علاقة بان انا بقيت موظف بعدين حاولت ابقاش موظف، هي حاجة من البداية. من البداية. يمكن حتى احنا لما نتكلم يعني مثلا لو خدت مرحلة كده في الثانوية العامة، يعني كان مجموعة كان كويس، يعني كنت جايب 96%، ما شاء الله. فكان بالنسبة يعني لأي حد لا في اختيارات كتير غير كلية تجارة. بالظبط. يعني دي حاجة برضو ملفتة ان حد يجيب 96% ويدخل كلية تجارة. كلية تجارة دي اللي كانوا بيقولوا عليها ان ايه، كلية الشعب. كلية يعني الشعب بالظبط. فليه بقى عملت كده؟ دي كانت رغبة مني، لأن إنك تعمل بيزنس دي حاجة مش سهلة. فلازم تتعلم علوم الإدارة. علوم الإدارة موجودة فين؟ هي في كلية التجارة. صح. تمام. يمكن يعني بعد ما دخلت بقى بعد المجموع ده لفوا علينا في المدرجات وقال لك في منحة المتفوقين اللي داخل كلية التجارة بمجموع عالي. فين؟ في شباك رقم كذا في شؤون الطلبه. نزلت جريت على وقفت في طابور كده، وصلت لحد الشباك وخدت 76 جنيه. اوكي. منحه متفوقين. فاكر رقم كويس قوي. طبعا. أوكي. طبعا، لان يعني كانت حاجه تقديريه وان كانت رمزيه، وكنت أكيد. مبسوط بيها. طبعا. طب يعني ما حدش يعني قال لك لا بلاش تجارة؟ اكيد اتقال 96% ده رقم محترم جدا في الثانويه العامه، فما اتقالتلكش مثلا، ما لقيتش مثلا معارضه للفكره؟ يعني ممكن ناس مش يعني الناس اللي عرضت دي ما تعرفش ان حضرتك هتوصل للمرحله دي دلوقتي. اكيد، ولا انا نفسي. صح. ايوه طبعا. اكيد كان في معارضه، كان في معارضه من والدي ومن والدتي ومن اصدقائي، من ناس كتير. حتى صديق ليا كان تقريبا جاب نفس المجموع ودخل الكليه تانية وربنا كرمه يعني الحمد لله. ولكن انا كان عندي ردود ساعتها، يعني انا ما حبيتش ان انا موضوع الموظف ده ويطلق عليا محدود الدخل. انا ضد ده تماما. يعني انا دايما ضد وضع انا مش حابه، ما بعرفش اتاقلم فيه تماما. طيب نرجع تاني لفكره ال 24 سنه. 24 سنه برضو سن يعتبر صغير جدا انك تفتح شركه. فكنت شايف يعني مش كان شويه مجازفة؟ لا مش شوية، ده كتير مجازفة. 24 سنة يفتح أول شركة دي، تتخلى أصلا عن فكرة إنك تبقى موظف وتفتح شركة. يعني إيه اللي كان بيدور جواك في الفترة دي؟ يعني خليني بس أسجل اعتراضي على كلمة تهور. هو يعني يمكن مش تهور، ممكن تسرعت شوية. أوكي. معاك في ده، انما تهور لا. ليه؟ لان انا برضو زي ما بينت ان انا بشتغل من وانا صغير. فكان عندي بعض الادوات اللي تخليني افتح شركتي الخاصه ساعتها يعني. انما انا مش الشخص المتهور. ممكن اعمل حاجه بسرعه بتدرس كل حاجه كتير ديها وقتها بالظبط. اوكي. يعني بس يبان من بره ان الخطوه يعني مقلقة شوية. يعني وانا بعترف ان هي يمكن تسرع شوية. في حاجات ممكن تكون ساعتها مناسبة، وفي جوانب كتير انا ما كنتش اعرفها لصغر سني. ايه بقى الحاجات دي؟ يعني انا مهتمة قوي اعرف ايه الحاجات. السن الصغير، شركة اول مرة بتفتح شركة، ايه الحاجات اللي ممكن تكون واجهتك في السن ده؟ يعني انا كنت معتقد ان انا لو بياع شاطر او مندوب شاطر اعرف اعمل شركة ناجحة. أوكي. وكنت معتقد دايرة علاقاتي طالما قوية وتقدر تسندني أقدر إن أنا أخلي شركتي دي تكبر في أسرع وقت. لا، كان في سلبيات كتير. كان في حاجات مثلا إدارة التيم.
إدارة الناس والنفوس المختلفة وتطلعات البعض، ده برضو موضوع صعب جدا. إدارة الكاش فلو بتاع الشركة، وضع بلان، الحاجات دي طبعا أكيد ما كانتش عندي وأنا عندي 24 سنة. فده التسرع، يعني ده التسرع. انما على الجانب الاخر، يعني في نفس المجال اللي انا اشتغلت فيه، انا فضلت حوالي 6 سنين بشتغل فيه، وشويه في الاداره كمحاسب داخل الشركه. ده هنا كموظف؟ كموظف. يعني قبل ما حضرتك تفتح الشركه، حضرتك قعدت فتره كبيره كموظف. طيب يعني السيكولوجيه بقى بتاعت الموظف، والموظف اللي بيصحى يروح شغله من كذا لكذا وبياخد فلوس اول شهر، كل ده لما يروح يفتح شركة، تخلصت ازاي بقى من فكرة الموظف لصاحب شركة؟ لان دي برضو مرحلة ودي مرحلة. طبعا. فانا عايزة اعرف ايه اللي حصل. يعني خلينا نقول ان هو موضوع مقلق. كلنا طبعا، كل واحد بيدور على الاستقرار المادي، مش بس ان يبقى عايش في مستوى اجتماعي كويس بيدخل دخل كويس، ولكن الاستقرار ان هو فعلا يجي لي نفس الفلوس دي كل شهر، من غير ما اكون شايل هم هل هتيجي الشهر اللي بعديه ولا لا. بالزبط. فكانت فعلا دي كانت مشكلة معايا. بس يمكن بقى علشان خلفيتي انا كمحاسب، قبل ما ابدا شركتي الخاصه، لا يعني حطيت بادجت كده يقضيني 6 شهور. كنت مرتب اول ما اسيب الشركه اللي انا فيها المصدر اللي هيورد لي البضاعه، مرتب مع العملاء بتوعي. فكان البدايه انا كان معايا ادوات مساعداني لده. الادوات دي علشان حضرتك مركز في كل التفاصيل، علشان دراستي. بالظبط. وانا كنت بحب دراستي، لان انا كنت زي ما قلت ان انا داخل الكليه دي هدفي حاجات معينه، لدرجه ان انا كان في مواد ما كنتش بذاكرها. يعني انا حاسس ان هي لا ده سهله، مش سهله. العلم علم لا ينتفع بيه، ده هعمل بيه ايه؟ يعني لا بذاكر المادة دي على قد ما أنا محتاج إن أنا أنجح فيها. إنما في بعض مواد بقى كنت بحبها جدا. الإحصاء يعني كان معظم الدفعة بتشيلها، يعني أيوة. كنت جاي فيها لا مرتب فيها كويس. المحاسبة الإدارية، يعني في مواد أنا عارف إن دي هتفيدني جدا. وأنا كنت بشتغل محاسب وأنا في تانية جامعة. أوكي. وأنا في تانية كلية. فبالتالي انا اللي كنت بدرسه في المحاضرات بتروح تطبقه في بلاقيه موجود. ويعني اللي درسته فعلا لقيته في بره، ولا كان في حاجات بقى؟ يعني دايما يقولوا الدراسه غير السوق. لقيت ده؟ يعني هي الدراسه، العلم، يعني العلم بشكل عام مختلف شويه عن ارض الواقع. ومهمه يعني الشخص اللي عايز يبقى مميز ده ان هو يطوع العلم ده ويقدر يستفيد منه. صح. في هيئه ارقام. صح. يطلع بقى، يعني مثلا احنا بندرس ان في حاجه مثلا الانكم ستيتمنت اللي هي قائمه الدخل دي، بتطلع صافي الربح او صافي الخساره. هي بتطلع ارقام صافي ربح وصافي خساره، بس مش ضروري ان في صافي خساره فبيترتب عليها انك تقفل الشركه. مش بالضروري ان في صافي ربح عالي جدا مش بيترتب عليه بالضروره ان الشركه ناجحه. هي مؤشرات انكبيتور بتاخدها وبتبدا انك تبني بقى قرارات، تبني البلان بتاعتك. فكان حرصي ان انا اتعلم الحته دي. ويمكن برضو من حظي الكويس ان انا كنت قريب من الاداره العليا بتاعه الشركه اللي انا فيها، لان انا كنت محاسب، فكنت قريب من صاحب البيزنس، وكنت قريب من المدير المالي، كنت قريب من مدير المبيعات. فكنت بفهم ازاي بيجي لهم التقرير وبيبدا ان هو يبني عليه قرار. كنت استغرب مثلا الاقي الارقام بتودي في حته وهو الاقيه مودينا في حته تانية خالص. لما بنبدأ بقى نتكلم ونتناقش في القرار، الاقي فعلا هو عنده حق، الرقم ده خادع. فازاي بقى تعرف ان الرقم ده مظبوط، الرقم ده مش مظبوط؟ فوجودي داخل الهيكل الاداري اللي بيتخذ قرار واللي بيطلع على التقارير ساعد معايا جدا جدا. طيب يعني هو سهل ان حد في بداية حياته يعمل بيزنس خاص؟ دي حاجة سهلة؟ لا الموضوع صعب جدا، صعب جدا. هو مش مستحيل، مش مستحيل. لا مش مستحيل. هو انا بشوف ان دايما مفيش حاجه مستحيله. لا، ومش بقول كده علشان يبقى في حد يقول لك لا ده ما انت اشتغلت يعني وحققت نجاح الى حد ما. يعني جاي دلوقتي تقول لنا صعبه ولا مستحيله؟ لا، صعبه او مستحيله، صعبه او شبه، يعني مش مستحيله. علشان لما تيجي تاخد القرار ده وانت في سن صغير تعرف ان انت هتتبهدل
اوكي. تعرف ان انت يعني لا هتعاني كتير جدا، هتشتغل كتير جدا جدا. لو كنت الوظيفة بالنسبة لك بتشتغل 8 ساعات وعايز تشتغل حر عشان تصحى براحتك وتنام براحتك، هقول لك لا انت غلطان. انت هتكون على قوة العمل 24 ساعة. الناس كلها تاخد اجازة وانت ما تاخدش اجازة. صح. الناس كلها ممكن تفصل دماغها شوية وتقول لك معلش انا اجازة عشان انا اوت اوف وانا مود. دماغي شغاله بفكر في اللي جاي وفي اللي راح وفي يعني اوت اوف مود، مش اوت اوف مود. عندك فرح، عندك عزاء، عندك اي حاجة، ده لا هيمنع مورد يطالبك بمستحقاته، ولا هيمنع موظف يطالبك براتبه اخر الشهر. فبالتالي انت بتلاقي نفسك لا البيزنس ده انت فعلا بتكون على قوته 24 ساعة، ما تقدرش تبعد عنه فترة كبيرة. تفتكر السن بيفرق؟ يعني في بداية البيزنس مثلا سن الصغير بيفرق ولا ما بيفرق؟ يعني مثلا ان حد يكون سنه صغير فلا خبرته تبقى قليلة، ولا مثلا ده بيفيده ان هو يغلط فيتعلم فيكون لسه بدري عليه؟ هي مثل السن الصغير في الباور، هو قادر ان هو يشتغل 24 ساعة. بس يعني انت ايه اللي هيدخلك في الحتة دي؟ انا حتى يمكن بتكلم مع الموظفين عندي بقول لهم ايه يا عم، اتعلم في شركتي، اتعلم في مالي انا. طبعا هو بيكون عنده باور عالي بس ما بيكونش عنده فلوس كتير، فما بيكونش عنده القدرة ان هو يستحمل خسارة ممكن يعني تأذيه في حاجات كتير جدا. فاستفيد واشتغل في شركات كتير، كون خبرة اللي هتكون ناقصاك في الوقت ده. وبعد كده وقت ما تلاقي خلاص وصلت يعني بقيت ماتيور انف انك تشتغل وتعمل شركتك، ماشي جو اهيد. انما يعني ما تجازفش، هيتعب جدا، ما تجازفش جداً. في سن صغير، هيضحي بحاجات كتير جدا. وارد تمر الايام ويقول يعني يا ريتني استمتعت بالوقت ده بشكل افضل. بس انت مش ندمان ان انت بدأت في سن صغير؟ مش ندمان، بس ما زلت بقول ان انا اتسرعت شويه. ليه؟ علشان يعني الموضوع صعب، يعني الموضوع فعلا صعب. والمشكله لما بتيجي تحصل وانت في سن صغير، ما بيكونش عندك مخزون من الخبره اللي تقول بقى طلع الملف ده بيعالج المشكله دي، طلع الحل ده بيعالج ده. فبيأثر طبعا على النفسية، بيأثر على يعني أكيد بقى الأسرة، الناس كده يعني. بس مش الخبرة نقدر نقول إن هي من أولى إعدادي؟ يعني لو احنا هنحسب الخبرة، سنين الخبرة مش هنحسب من الخبرة بتاعت أولى إعدادي دي. يعني أنا بجد تمام. عندي تساؤل بجد. هل الخبرات اللي بناخدها من واحنا صغيرين لما بنشتغل واحنا صغيرين دي مش بتتحسب علينا، ولا هي بتبقى مجرد خبرات حياتية عادية؟ طيب احنا عايزين نعمل ايه؟ هل احنا عايزين نعمل بيزنس مان ناجح، عايزين نعمل شركة ناجحة، ولا عايزين نشتغل في صناعة احنا اشتغلناها واحنا صغيرين؟ يعني وانت صغير لو شغال في صناعة معينة هتطلع بتتقن الحتة اللي انت كنت شغال فيها. انما صناعة بيزنس ناجح وصناعة شركة دي حاجة تانية خالص، حاجة تانية يعني. حاجة بس تانية. برضو هي في الاخر خبرات مهمة وتجارب مهمة. بالظبط، خبرات متراكمة في كل بقى المجالات. طيب يعني هنرجع بقى للشركة اللي هي واحنا عندنا 24 سنة. يعني ليه بقى يعني فري فات، ليه مجال الادويه البيطريه اصلا؟ وانا عارفه ان دي بقى البدايه ودي اعز اكيد يعني اعز الغاليين يعني. طبعا ايه اللي جاب اداره الاعمال والارقام لحاجه ليها دعوه بالادويه البيطريه؟ ما انا تاجرت، ما هو انا في الاخر اسمي انا دخلت كليه تجاره فتاجرت في الادويه البيطريه واضافات الاعلاف. بس خلينا نتكلم في نقطه ايه. اول بيزنس هتبدا فيه لازم ده البيزنس اللي انت اشتغلت فيه فتره كبيره. ده كان شغل قبل كده يعني؟ ده كان شغل قبل في كده. نفس المجال. انا كنت محاسب في شركه ادويه بيطريه. ده بدايه علاقتي اصلا بالادويه البيطريه. يعني دخلت المجال ده حاجه بسيطه كده وانا في ثانوي، بس يعني لا تحتسب يعني. فالبدايه الفعليه كانت وانا محاسب في شركه ادويه بيطريه، فضلت فيها 5 سنين، فضلت فيها فتره. فعجبك المجال بتاع الادويه البيطريه؟ طبعا بجد. بتقدم يعني قيمه كويسه يعني. عجبني كبزنس، مش كمجال بشتغل فيه مش بمارسه، لان انا مش طبيب بيطري. عجبني الصناعه، عجبني البزنس نفسه. بتقدم قيمه كويسه جدا جدا للمجتمع. وطبعا انا كحد عايز يعمل شركه ناجحه بدور على الفرصه، فلقيت المجال ده فيه فرصه كويسه ان انا ابدا منه.
دايره علاقات كبيره فيه، اشتغلت فيه فتره كبيره. انا ما اشتغلتش بس 5 سنين، لا ده انا شفت على شركه تانية وتدرجت يعني من محاسب لمندوب بيع لمشرف لمدير بيع في اخر شركه يعني كنت متواجد فيها. فحققت نجاح فيه وبدات اسس شركتي يعني في المجال ده. يعني جواك من البداية كان في رجل أعمال صغير؟ يعني وكنت بحاول يعني انميه كنت شويه عارف بشويه. كنت عارف ان رجل الاعمال الصغير ده بيفكر في كل التفاصيل اللي حواليه وهو شغال، عارف هو عايز ايه من غير ما تحس، ولا انت كنت لا، فعلا مخطط لكل خطوة؟ هي مش قصة مخطط، في حاجات بتستفز حاجة جوايا. يعني يعني احنا يعني موضوع مثلا انا والدي راجل موظف، فكل حاجة لا فعلا زي ما كانوا بيقولوا محدود يعني عايزين كذا، لا وانا مش عايز في النموذج ده. حدود. لا انا مش عايز النموذج ده. انا عدو من الصغر. فكل بقى حاجة بمر بيها، مثلا عايز اطلع رحله مش عارف معين، لا والله ما فيش ميزانيه للقصه دي. عايز مش عارف اجيب ايه، لا ما فيش ميزانيه للموضوع ده. فخلاص انا كل حاجه جنبي هي بتستفز جوايا، لا ما انا ما اقدرش على كده يعني. في ناس بتقدر على الكلام ده وتكمل في الحته دي، لا انا ضد ده تماما، انا عدو يعني مش ضده بس. فطبعا فكنت حريص بقى يعني بشوف ايه اللي بيوصل للحته دي وابدا ان انا اعمل زيه. بذاكر بقى النماذج الناجحه يعني، سواء اذا كان مثلا على مستوى المجتمع اللي انا كنت ناشئ فيه، او طبعا بقى يعني ساعتها ما كانش عندنا النت زي دلوقتي يعني. طبعا. انا طبعا مواليد تسعيناتي شويه، الجيل يعني بقى قديم يعني. احسن جيل والله العظيم. اكيد طبعا اكيد. فلا كنت بقرا كتب عن الناس اللي بتحقق نجاحات، قصص ملهمه. قصص ملهمه بالتاكيد. في كتاب ألهمك يعني فاكر كتاب مثلا قريته كده حسيت ان انت وقفت عنده كده يعني نور حاجه؟ يعني كان دايما في آية كده يعني كنت بقف عندها كتير يعني، اللي هي ايه، ان خير من استأجرت القوي الامين. فبقول يعني ايه قوي وامين؟ يعني اروح انزل جيم يعني امارس رياضه وابقى قوي جسمانيا، ولا يعني اكون قوي ازاي فكريا مثلا، ولا ايه؟ فلقيت ان مصطلح القوه ده هو مصطلح فلسفي قد يختلف من مجال لمجال. فالكتاب بقى اللي استهواني ولقيته امتداد للكلام ده، اللي هو ايه بقى، 48 قانون من القوة. اوكي. ممكن يكون في بعض الاختلافات كمبادئ وتناقضات وحاجات كتير جدا، بس اللي يفهم فلسفة برضو الكتاب ده هيقدر يطلع منه بقوانين تجعله قوي يقدر يواجه حاجات كتير جدا هتقابله بقى في الحياة العامة بشكل عام، او جوه البيزنس، او داخل اي حاجة هو هيدخل حياتية، اي حاجة حياتية او اي مجال عموما. صح. إدارة الحياة عموما. يعني انا مهتمة انا هقرا الكتاب بعد ما اخلص هروح اقرا الكتاب ده. تواجه الحياة عموما. تقدر تعرف ازاي مثلا تتعامل مع اي حد، سواء اعلى منك او في مستواك او اقل منك. يعني من ضمن مبادئ القوة اللي انا اعجبت بيها جدا، مبدأ بيقولك ايه، لا تسطع شمسك اكثر من سيدك. من سيدك. لا تسطع شمسك اكتر من سيدك. كتير جدا بنلاقي موظفين مثلا يدخلوا شركات من اول شهر بيناطح في رئيس المباشر. أوكي. من اول شهر بيدخل على الموظفين القدامى يقول لهم انتوا ما بتفهموش حاجه، انتوا ايه العك اللي انتوا شغالين بيه ده؟ ده الكلام ده قديم، خدوا الجديد. لا ده مش من الذكاء انك تخلق عداوات اول ما تدخل مكان جديد. لازم تكون مرن وتاخد من الخبرات اللي موجوده، تقعد شويه بقى تفهم الموضوع ايه، وتبدا بقى انك توجيهات سيادتك الرئيس وبتاع. خليك كده حد يعني حتى لو عندي مثلا خبره ممكن او عندي حاجه ممكن اقدمها، يعني افهم الاول وبعدين اقدم الحاجه دي. اكيد. صح؟ بس برضو في مبدأ تاني برضو بيقول على سيدك ده انك وقت ما تجيلك الفرصه انك تسحقه. لا مش فاهم. يعني كلنا دلوقتي عايزين كل واحد يطلع ستيب باي ستيب. انا داخل موظف صغير في شركه عدت 3-4 سنين،
ماشي. ما انا مش هفضل في مكاني، ما انا عايز اترقى. ماشي. تمام. فوانس ان انا وصلت لمرحله ان انا جاهز لده وعندي من القوه ان انا اعلن ان انا قادر اخد مكان مديري ده، اوكي، فوخدت الخطوه، اوعى تتراجع. اوكي. لان لو تراجعت انت طرت، مش موجود نهائي يعني. ان انا اخد الريسك او اخد الخطوه، بس يعني دي صح فهمتها في الاول ان انت يعني ايه تسحق سيدك دي، اللي هو يعني حاجه شريره يعني. بس هي مش حاجه شريره، هو بيقول لك يعني ما تدخلش تناسب خطوه الفرص الا لما تكون مستعد ليها قوي. لان نص الخطوه يعني ممكن تكلفك كتير. نص وده الخطوه يعني ممكن تكلفك كتير بالظبط. وده يعني ده مهم جدا جدا في البيزنس. ما ينفعش يعني مثلا في ناس تلاقيها عملت مشاريع ويجي في نص المشروع ويقف، هو ساعتها بقى هيحقق اكبر خسارة، لان هو مش هيقدر يجمع بقى الفلوس اللي صرفها دي كلها. طب انت صرفت دعاية، هترجع تاني تلمها ازاي؟ صرفت ماركتينج، نزلت وبدأت توزع بقى بضاعة على الناس وتسيب عندهم مثلا آجل أو كده. عشان تيجي تلم الفلوس دي تاني انت ممكن تصرف الفلوس دي أصلا عشان تلمها تاني. فنص الخطوة ده بيخسر كتير جدا. ده رجعنا للتخطيط يعني بالزبط. السليم. بالظبط. ان الواحد لازم طول الوقت يخطط بطريقه سليمه. بالظبط. فوانس انك خدت الخطوة تكون متأكد 100% انك قادر تخطوها وما يحصلش اي تراجع. صح. انا هرجع تاني بقى لفريفت. المصنع عندك بيطلع اكتر من 400 صنف تقريبا. مظبوط. جوه مصر، ومؤخرا للخليج كمان. رحنا الخليج فعلا. طيب هو هل السوق الخليجي مستني من مصر شغل زي ده؟ يعني ليه مثلا ما بيروحوش لأوروبا مثلا، ما بيستوردوش من أوروبا؟ يعني ايه الفكرة يعني؟ هو اكيد بيستوردوا من الاماكن دي، بس خليني اوضح فكرة. لا، الصناعة المصرية صناعة قوية. يعني احنا في مصر عندنا مصانع قوية جدا بتصدر لمعظم دول العالم. فالانطباع عن ان مصر في مجال الادويه البيطريه طبعا في مجال الادويه البيطريه وفي كل المجالات تقريبا. احنا خلينا دلوقتي بس في مجال الادويه البيطريه دي عشان انا الموضوع شاغلني قوي. موضوع البيزنس بعدين شفتي يعني مصائب قوم عند قوم فوائده. أيوه. احنا التعويم جه علينا مرتين تقريبا. تمام. صح. الناس متأذية من التعويم والحاجة سعرها زاد والكلام ده. ولكن هو على الصناعة كان فرصة كويسة جدا جدا لغزو الأسواق بقى بمختلف الأسواق، سواء بقى الإفريقية الخليجية. بعض برضو المنتجات المصرية بتروح لدول أوروبا. ليه بقى؟ ليه؟ لأن لو جينا على الفاكتورز بتاعة التصنيع وشوفنا التكلفة بتاعتها، هتلاقي لا، ده أصنع في مصر أفضل. وده هتلاقيه مؤخرا بدأت مثلا شركات من الصين تيجي تنشئ مصانعها هنا في مصر. فهي بقت فرصة كويسة جدا علشان سعر الدولار نفسه يسمح ليهم يصرفوا كويس، وفي الآخر برضو تكلفة القطعة الواحدة أو تكلفة المنتج الواحد يقدر يطلع ينافس. فطبعا السعر كان من ضمن المميزات، وكان بقى التحدي التاني اللي هو الجودة. فوانس بس ان المصنع يطلع جودة محترمة بسعر كويس، هيلاقي اسواق كتير جدا مش بس الخليج. واحنا مش بس المصنع الوحيد اللي بدأنا ندخل الخليج، ده في مصانع تانية ومتواجدين. مش بس بنصنع هنا، لا، ده في ناس بدأت تعمل برانشز اصلا ليهم هناك في يعني الخليج. دلوقتي الخليج ياخد من فريفت او من مصر عموما، ياخد بسعر احسن من اوروبا؟ طبعا. اوكي. طبعا. عظيم. طبعا. المصنع التحدي بتاعه ان هو يطلع جودة كويسة. الجودة والسعر. الجودة والسعر. احنا السعر 100% احنا في مصر افضل كتير. تمام. ليه؟ لان برضو في اوروبا يعني العامل مثلا باجره باليورو او بالدولار. اكيد ما بياخدش $100 او $200 مثلا. هنا $200 يعملوا كلام كبير يعني. قوي. الدولار هنا يعني $200 للعامل ده حاجة كويسة جدا. اكيد مثلا الكهرباء، المية، كل العناصر دي كلها ساهمت كتير ان احنا نعمل ميزة تنافسية في موضوع السعر، وميزة تنافسية رهيبة مش صغيرة. حضرتك قلت كمان الصين بتفتح في مصر، يعني ده معناه ان الصين دي يعني بيقولوا عليها كده ايه، بابا التصنيع وبابا المجال. فان الصين تيجي تفتح في مصر علشان السعر والجودة، فده شيء برضو زائد كمان في الصين بالذات برضو ليها ابعاد سياسية.
ولكن يعني خلينا مركزين في الجزء الخاص ان احنا لا في مصر الوضع كويس جدا جدا. ممتاز. وبشجع اي حد يدخل مجال الصناعة بشكل عام، لان ممتاز. حتى الدولة كمان بتديله رعاية كبيرة جدا. اصول المرافق طبعا بقى الحاجات دي كلها بتساعد ان صح. وبرضو كلنا عارفين ان مصر محتاجة تزود الحصيلة الدولارية بتاعتها كل سنة، وتزود الانكم اللي بيدخل لمصر من الدولار. فده كلنا عارفين ان لازم نشجع الصناعة ولازم كذا. حاليا لا، الدولة بتدي توجيهات شديدة وبسرعة كمان ان لازم تهتموا بالصناعة، لازم تشجعوا التصدير. فده ادانا كمصنعين فرصة كبيرة جدا سواء داخل مصر او خارج مصر. يعني برضو من ضمن المميزات لينا كمصنعين في موضوع التعويم ده، ان طبعا حصل ان بدأ يبقى في حاجة اسمها تدبير عملة. حد شركة معتمدة كل منتج تدبير عملة. تدبير عملة. كل شركة عايزة عندها لستة منتجات مستوردة، فبيروح يقدم للبنك يقول انا عايز استورد المنتجات دي، توفر لي فلازم بقى يعمل حاجة اسمها تدبير عملة، ويستنى بقى في الدور او يشوف الأولوية، هل انت صناعة استراتيجية ولا ممكن تستنى شوية او الامور اللي زي دي. وبرضو في الاخر لو جه حسبها بالدولار بقى لفة يعني كده لفة، وبعدين سعر المنتج بقى غالي جدا. اصحاب بقى اللي عنده مثلا قطيع مواشي او مزرعه دواجن او الكلام ده، لما يجي يحسب احتياجات المزرعه بتاعته من المنتج ده هيلاقيه بيصرف مثلا آلاف بعد ما كان بيصرف مئات. فبرضو ادى للمنتج المحلي فرصه كبيره ان هو يدخل ويحل محل جزء من السوق المستورد. فده فرق معنا بشكل كبير جدا. مصائب قوم. مصائب قوم. ان شاء الله ما تقعدش تاني، احنا برضو مبسوطين بحالة الاستقرار يعني. ان شاء الله تبقى مستقرة وان شاء الله تبقى تمام. طب يعني دخولك بقى مجال الادوية البيطرية طبعا كان محتاج ان انت تذاكر له. اكيد. انا عارفة ان قعدت فترة بتشتغل في المجال ويعني بتذاكر كده في الخفاء يعني. اكيد. بس يعني اكيد محتاج تذاكر له اكتر، تعرفه اكتر، بالذات ان كمان انت مش موظف، انت صاحب شركه. صاحب الشركه. طورت ده ازاي يعني؟ انا برضو عارفه انك بتذاكر لغايه دلوقتي. بالظبط. فده اتطور ازاي؟ طيب خلينا نبقى متفقين ان صاحب الشركه مش مطلوب منه ان هو يمارس مهنه غير ان هو يشتغل على تطوير الشركه. تمام. ويحط البلان والاستراتيجي بلان، ويشوف الشركه عايزه تروح فين بعد سنه 2 3 5، ويبدا ان هو يحط الاستراتيجي دي. فدي شغلته الاساسيه. تمام. ولكن برضو مع شغلته الأساسية دي لازم يبقى عنده الحد الأدنى من المعلومات اللي تخليه يبقى فاهم المنتج ده بيخاطب أي شريحة. المنتج ده ممكن يشتغل في أي مكان بالظبط، يكلفه قد إيه. فيعني المعلومات دي موجودة سواء إذا كنت هذاكرها أو موجودة بالاستاف اللي موجود عندي. يعني أكيد أنا من بدايات الشركة كنت حريص أن يكون في كل تخصص أو في كل قسم حد متخصص في ده. فكانت البداية معنا الطبيب البيطري، معنا المهندس الزراعي، كل واحد مختص بجزء خاص بيه بيقوم بدوره بشكل كبير. يعني جبت كل واحد في مجال الأدوية البيطرية وحطيته في مكانه علشان بالزبط. وده موضوع يبقى فاهم. ده موضوع مهم جدا بقى لأي شركة. لازم تجيب أهل التخصص كل واحد في مكانه. انت كصاحب بقى الشركة او كمديرها لازم يبقى عندك الحد الادنى من المعلومات اللي تقدر تتناقش بيه. طب الحد الادنى من المعلومات دي يعني طورتها بعد الشركة اللي كنت بتشتغل فيها؟ طبعا. انا عملت ايه؟ يعني حتى يمكن احنا في فترة كورونا مثلا. تمام. معظم الشركات اللي عمل شت داون، اللي مشى العمال، اللي مشى الموظفين، القصه دي يمكن احنا يعني احكي لك حكايه طريفه كده. احنا ساعتها الشركه اصلا كانت بتمر بازمه وما كانش عندنا موظفين نمشيهم اصلا. يعني دخلت على المكتب كده وهو فاضي، لو سمحتوا امشوا. كان نفسي اعمل كده بس ما لقيتش موظفين عشان ما فيش موظفين. يعني اكيد لو كانوا موجودين ساعتها طبعا احنا عندنا موضوع ان حد يمشي دي موضوع صعب جدا كبوليسي للشركه. ناس كتير طبعا كانت مضرورة ولكن جداً. يعني يمكن برضو من المشاكل والأزمات اللي قابلتني وأنا لسه برضو في يعني سن صغير. بالظبط. السن الصغير دي كانت برضو نقطة مهمة قوي يعني في طبعا. في وكان معايا يعني كان معايا شريك ساعتها، وكان معايا ناس شريك. يعني كنتش لوحدك؟ يعني كان شريك دخل بعد ما أنا أسست بس في البداية كنت لوحدك؟ يعني البداية دي كنت كبرت بقى بالشريك؟
بدأت ان انا قلت ايه، طب ما ندخل شركاء بقى يعني نكبر والعملية تزهزه كده وتبقى كويسة. وكان ده خطأ كبير بصراحة. انت شايف يمكن ان ده انا كان خطأ؟ ليا سلسلة فيديوهات عمال ما تشاركش طبعا. المفهوم ده اتغير برضو شوية. انا شفتها بنتكلم عليها بس أنا شفتها. مفهوم الشراكة مهم جدا وبيفرق كتير في البيزنس، بس لازم ليه قواعد محددة. فنرجع لموضوع بقى ايه، ان انا سن صغير بدير فريق في منهم ناس اكبر مني ب10 سنين، اكبر مني ب15 سنة مثلا. فكان في لو جيت قلت له لا تعالى انت اتحركت بدري ليه او اتحركت متاخر ليه في حساب حساسيه يعني طبعا في التعامل. ف خد يعني الامور كانت بحساسيه، وانا برضو خليني اعترف واقول ما كانش عندي برضو الدرايه الكافيه ان انا ادير الناس دي. النفسيات بتاعت النفسيات. انا كان بالنسبه لي الشغل شغل، انا راجل من صغري انا بشتغل، فانا دوري بأدي مهمه معينه، فخلاص انا بقول الكلمه بالطريقه اللي انا شايفها هو ده شغل الشغل. ولكن ده فن يعني. صح. انا ممكن الاسلوب اللي بتعامل بيه مع سيني ما يكونش مناسب لحد تاني. صح، ده صحيح. كل جداً. واحد ليه طريقه في المعامله والتحفيز علشان يفضل يعني تقدر تاخد منه انتاج كويس. ده حقيقي جدا. فيعني حصل سوء تفاهم. طبعا انفصلنا. هو مع الشريك. أوكي. هو خد بقى ايه جنب كده وانفصل بالشركه، وللاسف ما انفصلش لوحده بقى. خد التيم كله معاه، الموظفين. كل ده وقت كورونا. يعني في الوقت بتاع كورونا. يعني قبل كورونا بحاجه بسيطه كده. فهو مشي وخد الموظفين طبعا. اللي اصلا ما كناش عارفين نعمل معاهم ايه لو ما تيجي لو كورونا. حصل ده. فانا مش عايز اقول من حسن حظي ولا من سوء حظي. شوف ربنا بيرتبها ترتيبات ربنا يعني مختلفه. فكان والله ساعتها لا كان العدد محدود جدا جدا في الشركه. يمكن احنا كنا 4 مثلا منهم. فهي جت كده. يعني فكان يعني انا بقى من ساعه ما كنت انا راجل مندوب وبنزل، فطبعا في سيزون في ضغط شغل، فما فيش وقت. في اوقات تانية لا في وقت كتير جدا، فانا ما كنتش بقعد الوقت ده. لا طيب الوقت ده ايه افضل حاجه؟ اروح لعملاء جديده. العميل الجديد ده يعني بنسبه كبيره هيشتري مني. العميل القديم ده خلاص انا مديله بضاعه عليا لحد ما خلاص مش قادر يقول لي هات حاجه تانية، او ان انا مش قادر اقول له محتاجين نشتغل في صنف جديد او حاجه زي كده. فكانت فرصه كويسه جدا الاوقات اللي بيكون فيها الشغل هادي ان انا ابدا بقى اعمل بروموشن في مناطق جديده. والحمد لله السياسه دي عمرها ما خيبت معايا. دي حلوه قوي. فكان في فتره كورونا مع ان ما فيش عدد في الشركه، اشتغلت على نفسي جدا جدا في موضوع التصنيع. كنت بأهل نفسي بقى ان انا يعني عايز اعمل اعمل منتج جودة كويسة بسعر منافس. ايه الخلطة بقى اللي تمشي في ده؟ فذاكرت كتير يعني في موضوع ايه علم الأدوية ده وايه تركيباته وايه يعني. وما كانش الهدف ان انا بذاكر عشان اقوم بدور غير الدور بتاعي كصاحب الشركة، ولكن كنت بفهم الصناعة. عايز افهم الصناعة دي تشتغل ازاي. يعني الحمد لله تخطينا كورونا على خير ورجعنا تاني قومنا الشركة على رجليها والحمد لله. احنا عندنا انا عايزه ارجع لنقطه مهمه قوي، رجعوا الموظفين. يعني احنا اضعاف بقى يعني. أيوة كتير جدا جدا يعني الحمد لله. مين يتمنى بقى. انا عايزه ارجع لنقطه مهمه قوي، وهي لكل الناس اللي بتشتغل، فكره ان انا لما يكون عندي وقت فراغ ان انا اخطط لحاجه. يعني دي نقطه مهمه قوي، بتهيألي دي اللي بتفرق الحد العادي من الحد الناجح او الحد المنور. ان هو فكره ان هو طول الوقت بيخطط، طول الوقت مش قاعد خلاص ساب ايده انا دلوقتي، لا ده احنا اوف سيزون فانا قاعد. لا طول الوقت في حاله شغل، في حاله استمرار، في حاله تقدم. فدي يعني عايزه الناس كلها تبقى اكيد تبقى فاهمها كويس، لان دي حاجه كويسه قوي. يعني الخطه نفسها او البلان بالذات لما تكون بقى استراتيجي بلان، يعني تعمل حسابك مثلا في خلال 5 سنين انا هعمل حاجه معينه، هوصل لحاجه معينه، وتقسم الهدف بتاعك ده لمجموعه اهداف بقى كل سنه في نهايتها. صحيح. تقعد مع نفسك وتحاسب بقى. صحيح. انا عملت ايه؟ انا الارقام اللي انا حطيتها دي هل انا فعلا نفذتها ولا كان في تقصير؟ موضوع بقى التخطيط ده يعني انا من الناس اللي بحط بلان كبيره
واصحى الصبح انفذها. انت علشان بقى تصحى كل يوم تشوف تخطط بقى انا رايح فين وجاي منين وهعمل ايه لا يعني بتعمل البلان بتاعتك وتنفذ. انت ما وراكش حاجه غير التنفيذ والشغل. انما بقى انا النهارده رايح المكان الفلاني بقى تاني يوم الاقي لا اغير الاتجاه. لا ده بيخلي اصلا الموظفين اللي تحتك نفسهم مشتتين. ويمكن حتى في مصطلح دارج كده يقول لك شركه عمك الحاج، اللي هو الصبح بيقول لك امشي يمين وامشي شمال. لا انا ضد ده، حتى وان كان بدات بمؤسسه فرديه وشركه فرديه، بس عمر ما كان عندي فكره وان مان شو. يعني برجع للتيم اللي معايا، يعني بخلي القرار دايما لازم يجي من تحت لفوق. يعني انتوا شايفين ايه؟ طب ممكن نعمل دي ازاي؟ وفي الاخر بنطلع بتصور ونبدا ان احنا نحط البلان وننفذه. على الاقل يبقى النجاح متراكم، وده يحسسهم بالامان ناحيه الشركه اللي شغالين فيها. بالامان. ويحسسوا بقى ان هو راجل بينجز. صح. تخيلي مثلا انت بتقولي الواحد معاه مثلا عربيه، بص اطلع اسكندريه وهو في نص الطريق، لا معلش ارجع للقاهره تاني. وبيرجع القاهره، لا طب احنا غيرنا، مشتت بلا هدف بلا خطه. يعني حتى وان كان ده شغله، بس يقول لك لا انا معلش طاقته اصلا بتبقى مهدوره يعني. طبعا. يعني بس برضو يعني حضرتك بتبقى مسؤول عن طاقة التيم اللي معاك، ان انت ما تهدرش طاقتهم عشان تستفيد بطاقتهم. صح؟ بالظبط. طب احنا هنرجع بقى للمصنع. المصنع، وده كان اول يعني مصنع تأسسه. صح؟ ده وبعدين اول حاجة اصلا ادخل فيها في تصنيع بقى. يعني ده مجال التصنيع ده احنا كده بنتكلم على مرحلة تانية خالص. تمام. برضو يعني ايه اللي حصل؟ ايه اللي ضرب؟ التصنيع بقى ده اصعب حاجة، اصعب كمان من انك تأسس بزنس بقى وانت صغير والكلام ده كله. ازاي بقى؟ التصنيع ده موضوع تاني. موضوع يعني فيه كم تفاصيل غير طبيعي. احنا يمكن لو رحت دخلتي مثلا سوبر ماركت بتشتري ازازة مية، فالموضوع سهل بالنسبة للسوبر ماركت. عنده ازازة مية جايبها مثلا ب2 جنيه، بيبيعها لك ب2 جنيه ونص وخلاص، هو عارف كسب ايه الموضوع. انما التصنيع لا، دي صناعة وموضوع تاني خالص. اولا التصنيع بالذات مش من الحاجات اللي المردود بتاعها بيبقى سريع. بالعكس، انت يعني لازم تستنى كتير، ويبقى عندك بقى قسم الR&D Research and Development، بحث وتطوير، يشتغل على المنتجات علشان يطلع منها جودة كويسة جدا وجودة عالية، ويشوف خامات يقدر يطوعها ان هي تناسب ده، وبياخد بقى في الاعتبار التسعير، وبياخد في الاعتبار العميل المستهدف. فمجموعة من العوامل. ازازة المية دي هي بالنسبة لي انا كمصنع ده ستيكر، عبوة، غطا، الماتيريال اللي جوه، وهجيب بقى البير منين، وهجيب البلاستيك ده منين، ولازم يبقى البلاستيك ده مطابق مش عارف لإيه. فتفاصيل مهلكة. فهي كانت توسع طبيعي او امتداد طبيعي، بما اني كنت بتاجر وبشتغل في اضافات الاعلاف. فكان من التوسع الطبيعي ان انا لما يبقى عندي واخد ماركت شير كويس من السوق، اقدر ان انا يعني على الاقل اشغل ورديه واحده في المصنع. فتمام، فطبيعي ان انا اعمل المصنع الخاص بيا. صنعناه والحمد لله بنقدم منتجات. يمكن زي ما حضرتك ذكرت كده، احنا مقدمين اكتر من 400 منتج، وده حتى البداية. احنا لسه في اول 10% من البلان بتاعتنا يعني. فاحنا لسه الموضوع مكمل، والموضوع يعني احنا حاطين لينا بلان طموحة، والحمد لله يعني خطواتنا فيها كويسة، وعاملين نتائج مرضية بالنسبة لنا يعني. طب التصنيع، يعني لما قررت تصنع، جالك احساس ان انت كأنك بتبدأ من البداية؟ يعني حسيت ان انت فترة كده ان انا لا هرجع، لا مش هعمل ده، ولا برضو كنت مخطط له كويس زي ما عملت في الشركة؟ لا، الموضوع كان مختلف. ما هو يعني من السن الصغير برضو ممكن يدي ثقة زائفة. ممكن يدي ثقة مش في محلها. يعني انت طب ما انا ببيع وبشتغل، طب ما الامور كويسة. حققت نجاح، وبدأت ان انا بدل ما ندوب بقى 2 و3 و10، وبنعمل ارقام والامور دي كلها. فممكن يدي النجاح في حاجة معينة ثقة بقى زائفة، وتيجي تمتد لحتة تانية تلاقي نفسك. انت حضرتك يمكن قلت مصطلح البداية في التصنيع. يا ريته كان البداية ده بيوحي انك خلاص عارف الطريق وانا ببدأ فيه.
تمام. انما يعني احنا مرينا بمرحله يعني لا كان في توهان يعني اصلا يعني كل اللي فات ده حاجه ومرحله التصنيع حاجه تانية خالص. كان وضع لا. وبعد كده يعني قللنا شويه، وكان في نوع من الايل بالانس ما بين منتجات كنا بنصنعها عند الغير ما سحبناهاش بقى مره واحده. لا يعني احنا كان المصنع بتاعنا شغال وما زلنا برضو نصنع عند الغير علشان نفضل محافظين على الجودة لحد بقى من المصنع بتاعنا الناشئ الصغير ده كبر. يبقى بقى حد قوي ومصنع يقدر يقدم منتج. يعني انا بحب ان انا اقدم منتج فعلا يبقى انا عندي فيه تراست عشان انقلها للعميل. انا لو مش واثق في المنتج بتاعي انا ما استحالة انزله السوق. لذلك احنا الحمد لله حاليا عندنا في المصنع بنقدر نقدم خدمات ومميزات يمكن يعني مش موجودة في مصانع كتير. زي يعني احنا قدمنا خدمة تصنيع منتج في خلال 14 يوم. في خلال 14 يوم الشركة تقدر تستلم المنتج بتاعها كامل من كل شيء، يعدي على الR&D ويطلع تصور مبدئي ويدخل على الاستابيليتي ستادي، ونعمل ده كله في خلال 14 يوم. ده كلفني سنين علشان نقدر نوصل للموضوع ده. لازم بقى انا كمصنع يبقى عندي مجموعه من التسجيلات جاهزه ان تجي لي الشركه بتركيبه معينه فلاقي لها تسجيلها عندي ويبقى عندي بقى القسم الR&D شغال وبيطلع عينات كل يوم علشان ويطلع منتجات كل يوم علشان اول ما يجي لنا الطلبيه واول ما يجي لنا اوردر بالتصنيع احنا جاهزين على طول. احنا مش مستنيين بقى نقعد نبحث ونقعد نتباحث. خدت قد ايه علشان توصل لمرحله ان انا اعمل ده؟ لا سنين. يعني احنا بنتكلم في 5 سنين. 5 سنين، لان علشان توصل انك تبقى قاعد كده في مكتبك ما فيش مشاكل بتجيلك والامور ماشيه بسلاسه، وده كله بقى يعني كل واحد في مكانه وعارف هو بيعمل ايه، لازم تمر بقى بالمشاكل. ده احنا منتج حصل فيه مشكله. ايه اكبر مشكله بقى في التصنيع؟ يعني خلاص احنا التأسيس الأولاني بتاع الشركة ده كان يعني احنا دلوقتي دخلنا في الجد بقى. أيوة. ايه أكبر مشكلة فعلا في وقت التصنيع كانت لا مشكلة كبيرة؟ هي المشكلة كبيرة ان المنتج يحصل له مشكلة عند العميل. طول ما المنتج ممكن يحصل له بقى مشكلة داخل المصنع فاحنا بنقول عليها امرها ايه سهل، يتعدم ونشتغل عليه تاني ونشوف المشكلة من ايه بالظبط. انما طبعا بقى المنتج لو حصل حاجة عند العميل، وده يعني متواجد حتى وفي مصانع ليها اسماء وبيحصل ولسه حتى بيحصل وبتنزل نشرات من الوزارة بسحب مثلا الباتش دي فيها مشكلة او كده. لا احنا الحمد لله طبيعة الشغل عندنا. وبعدين احنا يعني مثلا من 5 سنين في منتجات كنا لأول مرة بنعملها، انما حاليا لا، ده منتج ممكن نكون بنصنع منه يوميا عشرات الالاف. كل المشاكل اللي كانت بتحصل تفاديناها خلاص بقى احنا فاهمين بقى وعارفين. هي دي الخبرة اللي بتتراكم على مدار السنين. وده بيفرق بقى ما بين حد بقى لسه ستارت من حد تاني خلاص بقى عنده الخبرة والكيفية اللي انا اقدر انقل بيها للشركة اللي جايه تصنع عندي. طب يعني عرفت ازاي توصل للشركات اصلا او الافراد، يعني الجمهور حتى توصل له اللي يجوا يصنعوا عندك؟ يعني برضو حتى مهما كان انا جاهز وانا شاطر وانا مذاكر وانا كل حاجه، في برضو حلقه وصل في النص كده انا محتاج انا تتعمل ازاي بقى؟ انا في مجال الادويه ده، الادويه البيطريه واضافات الاعلاف، بقالي 15 سنه. ممكن انا سن صغير ولكن انا بادئ فيه من وانا صغير. فبرضو استل يعني الناس اللي بدات معايا ما هم اصحاب شركات دلوقتي نسبه كبيره منهم. فبيربطني منهم يعني بيهم علاقات يعني من سنين. يمكن هو بدأ يدخل المجال في الوقت اللي انا بدأ ادخل فيه المجال، وفي الاخر التقينا يعني. أيوة. انا كمصنع وهو كصاحب شركه. أيوة. يعني وعندي نماذج كتير جدا. بتبقوا عارفين بعض من زمان وعارفين طريقه الشغل فبيبقى الموضوع سهل اكتر. طبعا بقى دلوقتي احنا كشركه بنشتغل بشكل مختلف تماما يعني. عندنا العملاء القديمه بتوعنا، ولكن احنا عندنا ماركتنج تيم، بنعمل ادفرتايزنج كتير، بنعمل يعني عندنا تيم بقى خاص بالبروموشن، تيم خاص بالسيلز. فده طبعا بيعمل لنا رقم كويس يعني في الانتشارية في السوق. طب انا عندي بقى سؤال كده يعني مجنني من اول من اول ما اتكلم. الشركات الصغيره بقى دي لو جالها مثلا شركه قررت تعرض عليها شراكه، تعاون، ايا كان المسمى اللي بتسموه، حضرتك تقول لهم ايه او تنصحهم بايه؟
طبعا للوهله الاولى كده وفي البدايه يعني صاحب الشركه الصغيره ده هيبقى مبسوط بنفسه جدا، يقول لك ده فلان ده جاي يعرض عليا ان احنا ندخل شراكه قد كده ان انا مسمع. ولكن الحاجات اللي زي دي لازم تاخد في اعتبارك ايه الفاليو اللي هو هيقدمها لك. هتسال نفسك سؤال، هل انا محتاجه؟ انا من غيره مثلا انا شغال كويس يعني بيحصل جروس عندي في الشركه بشكل كويس، ماشي على البلان بتاعتي وبحقق منها نتائج. ليه بقى؟ لان ما الشركه الكبيره دي ما هو كان كبير احنا لسه قايلين، ما ممكن كده ياخدك معاه تكون اصلا تابع للامبريلا الكبيره للشركه وشركتك دي تدوب جوه المؤسسه الكبيره دي. انت حتى الشركات الصغيره ممكن تكون ارقامها وارباحها وكيانها كله لا يمثل شيء في الكيانات الكبيرة. يعني مش شرط تكون حاجة كويسة، ممكن تكون حاجة أيوة سلبية. بالظبط، هو يقدم لي ايه وده هينعكس على الشركة في ايه، وايه المسار اللي احنا هنكون ماشيينه. هل شركتي هتندمج في شركته ولا انا هيكون ليا مسار مختلف؟ لان قد يعتقد صاحب الشركة الصغيرة ده ان هو ميلاد بقى كيان كبير بالزبط. لا، لشهادة وفاة. ممكن هي حاجه كده على كيان يعني يا اما تبقى نعمه يا اما تبقى نقمه. بالظبط. فمحتاجه ان صاحب القرار هو اللي ياخد القرار بشكل بقى صحيح. بالظبط، يشوف هو محتاج ايه بالزبط. بس مش بطيخه برضو، هي تخطيط. صح طبعا صح طبعا. يعني مش توفيق من ربنا عز وجل اولا واخيرا كده. ولكن يعني الجزء بقى الخاص بالسعي والاجتهاد هو ده اللي بنسميه تخطيط. هو ده اللي بنسميه دراسه، هو ده اللي بنسميه انت فين ورايح فين ووصلت فين دلوقتي. انما حد بقى يجي يعرض عليا يقول لي تعالى وافرح واجري وبتاع لا يعني كان وقعت في حاجه مشابهه لده. لسه هسالك يعني ده انا برضو يعني احنا بنشتغل في حاجه في السوق اسمها اضافات الاعلاف، ودي اضافات الاعلاف بتكون خاضعه لوزاره الزراعه. فطبعا يعني وعندنا جزء تاني بيكون خاضع لوزاره الصحه. عايز بقى اضيف بقى منتجات وزاره الصحه بتتقل الكمباني بروفايل بتاع الشركه. فقلت لا، انا اضيف اصناف بقى بتاعه صحه وكده وابدا ان انا اعمل براند نيم اكبر ففي شركه من الشركات كانت عارضه مجموعه اصناف ليها للوكاله. تقدمت ورسي فعلا العطاء عليا. يعني كنت في قمة السعادة، ولا ركزت بقى لا في شروط التعاقد وما ركزتش في اي حاجة تانية غير ان انا يعني الشاب الصغير، بلاش العيل الصغير، الشاب الصغير اللي فرح ان معايا بقى لستة اصناف. المرحلة القديمة كنت لسه شركة برضو ستارت اب، يعني الشركة صغيرة. بدور على يعني حاجات كده. على نجاح سريع يعني بفترة الشباب ممكن نقول كده. بس ده كان درس قاسي. درس قاسي جدا. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل بقى ان يعني دي ليها اتجاه، يعني المنتجات بتاعت وزارة الزراعة دي اللي هي اضافات اعلاف ليها طريقة تعامل، ودي اللي انا شاطر فيها جدا. والمنتجات التانية دي ليها طريقة تعامل تانية. يعني على سبيل المثال انا بالنسبة لي هي تسجيلة جاهزة انا هنزل ابيعها في السوق. يعني تسجيلة دي تسجيلة للمنتج، بنزل بمجابهة ببيع وتداول في السوق يعني. ولكن بقى المنتج طلع دخل مخازن الشركة الأم. طب ادونا بقى يا جماعة الصنف ننزل نشتغل بيه. يقول لك لا، ده احنا دي أول أوردر، فأول باتش دي الوزارة بتسحب منها عينات وبتدخلها معامل وزارة الصحة، وبعد كده بيجي لنا إذا كان موافقين إن الصنف ده ينزل السوق ولا إيه، ولا في أي تعديلات منه أصلا بقى. فتخيل انت مستنية حاجة من جهة حكومية كل يوم الصبح، ها القرار طلع؟ لا لسه، اصل العينة مش عارف طلعت منين وشهادة التحليل اتحركت منين. فالشيلف لايف بتاعت المنتج كانت 2 سنين. على ما جه اصلا القرار بالبيع في السوق المصري كان عدى 12 شهر او 3، يعني سنة وشهر تقريبا. فاحنا على ما بدأنا بقى نقول يا جماعة ده احنا معنا الصنف ده ونشتغل، والقصة دي كانت خسارة كبيرة جدا جدا. ده أكيد. يعني ده ممكن نسميه مثلا سوء تخطيط، يعني نسميه استعجال على ان انت تكبر وتفرقع والكلام ده يعني خلينا نسمي الحاجات بقى مسميات. يعني اهدى كده، خليك راسي. بنجري ورا النجاح السريع، ما نجريش ورا النجاح السريع. لا، في البيزنس ما نجريش اقدامك. يعني ثبت رجلك وبتدخل على حاجه لازم تدرسها 100%. النجاح السريع بيروح بسرعه كمان وبيغرق.
يعني ممكن عايز تنجح بسرعة فتبوظ وتضيع اللي انت تعبت فيه مثلا لسنين بصبر ومصابرة وكنت مجتهد جدا فيه. وبرضو ده ردا على موضوع انك تدخل شراكة مع كيان كبير، ما تفرحش، ما اسمه مسمع بقى ولامع والقصة دي لا هيقدم لك ايه. ممكن يعني انا بالنسبة له الصفقة بتاعتي شاملة كلها، ما كانتش تمثل شيء في كيان الشركة. فما ترددش بقى لحظة ان هو بعد كده سحبوا الصنف. وبعدين انا خالفت فعلا العقد، لان انا كنت عامل حسابي مثلا معايا رقم انا دفعته ومنتظر بقى ان انا هبيع من الصنف ده، وجاي لي بقى تحصيلات فهسدد شيكات وهكذا. في دايرة كده وقفت. لا انا غطيت بقى، يعني كان مطلوب مني اغطي كذا شيك والبضاعة اصلا واقفة وما اقدرش ان انا ابيعها موجودة وفعلا انما فبالهداوة وبراحتك، وعندك عقد اعرضه على محامي. لازم يعني ما تفرحش بقى بأي حد يعرض عليك أي حاجة، لا تنخدع بالأرقام. صح. ذاكر، افهم، خطط مناسب ليا على مقاسي ولا واسعة. لو واسعة ما تلبسهاش عشان شكلك هيكون أهبل. على مقاسك وفت والكلام ده هتبقى بقى شيك وبتاع والأمور هتكون تمام. طب خليني برضو أسألك بقى على حاجة مهمة قوي. الشركات الصغيرة دي، يعني احنا كنا بنتكلم شوية ان هم ممكن يكونوا متخبطين، ممكن يكونوا عايزين نجاح سريع، ممكن يكونوا مش عارفين القرار دوت مثلا صح ولا غلط، العقد ده مضي اروح اجي. طب في يعني الشركة عندكم مثلا اكيد بتديلهم، ممكن تدي استشارات. احنا بالفعل عندنا شركة ثقة جلوبال الامارات. ثقة جلوبال. ثقة ايه معلش بس الاسم برضو يعني ايه. انا عايزه اعرف ليه ثقة لان الثقة هي اساس كل حاجة. يعني انا لو واثق في الكيان انا هشتغل معاه، لو واثق في المنتج انا هشتريه، لو واثق في الشخص اللي قدامي انا هعمل معاه شغل. انا لافت نظري اصلا يعني فالثقة ده، وحتى احنا كرسالة يعني او كبوليسي شغالين بيها ان احنا الثقة دي نبنيها، تبقى متبادلة. نبنيها. الثقة تبنى ولا تكتسب. صح. يعني انا ما ينفعش اقول لك ثق فيا، لا يعني ابنيها معايا، خليك صادق معايا. طبعا بتتبني بقى بالصدق، بالشفافيه، بالوضوح، بعناصر كتير جدا. فالشركات دي تقدر تتواصل معانا ونقدم لها استشاره. وكمان احنا يعني اول استشاره دي بتكون مجانيه عامه يعني بجد، عشان حاجه جوايا بقى اللي هو انا اروح اعمل شركه دلوقتي حالا. ما انا هقول لك على حاجه، اخطاء البيزنس مش سهل ان هي تتصلح. ما بتكونش بقلم رصاص. ايوه صح. باستيكه كده وتتمسح، لا يعني ده بتكون بقلم جاف معلم يعني في الورقه يعني كده. عشان تشيليها من الورقه دي لازم تجرح اصلا في الورقه وتسيب اثار. وكمان بعض اخطاء البيزنس اصلا ممكن يعني تؤدي مش حتى لقفل شركه او لتسريح موظفين او لا لضياع مستقبل شخص بشكل كامل. فموضوع شائك جدا ومشكلة كبيرة. وكمان لو الشخص ده لسه في البداية يعني يقدر يلحق نفسه، فبيكون العلاج بتاعها أسهل. فلذلك أنا حتى نبع مني كده لازم أول استشارة دي تكون مجانية. وكمان في نقطة الاستشارات دي بالذات، لأن موجود كتير بيقدم استشارات. شفت حضرتك كده، احنا دارسين في كلية التجارة إن لكل شركة ليها شخصية اعتبارية. أوكي. انا كاحمد جمال مقتنع بقى، والشخصيه الاعتباريه دي ليها DNA لا تتفق. استحاله تلاقي قصه نجاح الشركه دي زي قصه نجاح الشركه دي. لذلك كل شركه ليها خصوصيه، ليها شخصيه اعتباريه مستقله. فمعظم الاستشارات مثلا يقول لك لا خلي بالك انت محتاج تزود البيع. ايوه حضرتك، ازوده ازاي؟ وظف مناديب. ايوه ماشي، مواصفاتهم ايه؟ وما يترتب على تعيين المناديب الجداد دول. مش هيترتب عليه ان انا ازود في كمية البضاعة، مش هيترتب عليه ان هيكون في كوستا اصلا للعربية اللي راكبها والمرتب بتاعه والحاجات دي كلها. فهل انا بقى مؤهل ان انا اعمل ده ولا لا؟ ظروفي غير ظروف الشركة التانية. بالظبط. زائد كمان الشركات الستارت ابس، احنا مستهدفين الشركات الستارت ابس والشركات الصغيرة. ليه؟ لان الشركات دي بتكون حساسة جدا، حساسة لأسعار
ممكن تزيد، حساسه الموظف ممكن يمشي، حساسه القرار معين. غير كيان كبير، كيان كبير بقى ممكن ياخد قرار غلط ولا حاجه على ما يحس بيه اصلا ممكن يتعالج وما يحسش بيه ويعدي. انما الشركات الصغيره لو عنصر فيها اختلف، لا بتلاقي المعادله كلها اختلفت. قليل بقى لما تلاقي حد ممكن يلم معاه كل الاتجاهات دي، يبقى واخد في اعتباره خصوصيه الشركه، واخد في اعتباره ان صاحب الشركة ده هو هدفه ان هو ينجح. فبالتالي لما تيجي توفر له استشارة، يعني ما يضرش لو تابعته 3-4 شهور. انما تيجي تديني استشارة تقول لي اعمل الصح وامشي، لا ما ينفعش، ما انا مش هزلقوم قدامك تقول لي اعمل الصح وتسيبني اللي هو ايه حضرتك. وهي المتابعه على فكره دي حاجه مهمه جدا بالذات في المجال ده، لان هو مش هيدوس على زرار ويمشي وخلاص، مش هياخد كبسوله ويمشي، لا ده دي حاجه مهمه جدا ان هو يتابع فعلا. لازم يفضل فتره، ولازم يبقى متاخد فيه كل يعني ايه الفاكتور، الحيثيات بتاعه الموضوع. وتعالى ممكن نشتغل بالحته دي، والحلول بقى الغير تقليديه. واحنا بالفعل عندنا ثقة جلوبال الامارات بتوفر استشارات بقى الشركات الستارت ابس، الشركات الصغيرة يعني اللي محتاجين استشارات. ده اللي كنا بنتكلم عليه من شوية، فكرة الاستشارة للشركات الصغيرة. ده موجود في عندنا احدى الشركات يعني عندنا احدى الشركات مقرها في الامارات في الشارقة، متخصصة في الاستشارات من النوع ده. طب ايه الفرق اصلا بين ثقة جلوبال مصر والامارات؟ يعني ثقة جلوبال الامارات هي الشركة بنشتغل في مجال الاستشارات، جنرال تريدينج، الاي كوميرس، واخده الاتجاه ده. ثقة جلوبال مصر هي منصة استثمارية. اوكي تمام. داخلين في الاستثمار العقاري، داخلين في الاستثمار في مجال الانتاج الحيواني عن طريق ابلكيشن اسمه بيف تك. اوكي هنجيله ده. ده شوف الموضوع ده ضروري. فكرته هتعجبك في اماكن يعني فكره مميزه وهتعجبك. وفي الاستثمار العقاري عاملين يعني هو احنا شغالين في مينا كومباوند دلوقتي اسمه ريتش مايند، بس ريتش مايند بالنسبه لنا مفهوم. اوكي يعني هيبقى في ريتش مايند 1 ريتش مايند 2 مكملين في المفهوم ده. طب قبل ما اروح لريتش مايند، انا عندي سؤال بس. الامارات القوانين فيها منضبطه شويه. فعلا. يعني ايه المشاكل اللي ممكن تواجهك هناك؟ يعني هي المشاكل مش هتواجه غير الشخص الغير منضبط. اوكي يعني خلينا نقول امشي عدل يحتار عدوك فيك. بالظبط. في مصر هي اسهل دولة تعمل فيها بزنس وتشتغل من اول يوم. تمام. ليه؟ لان وارد تشتغل اصلا من غير ما يبقى في مثلا ايه هيكل شركة كبير او سيستم شركة يعني الستارت اب في مصر اسهل عمليا. اوكي عمليا اللي هو انت يعني دي ثقافة موجودة. يعني احنا ممكن اي حد فينا الصبح يفتح محل يحط بضاعة ويبيع. أيوة. تمام. في الامارات الكلام ده مش موجود ده. فده صعب تمام شوية. صعب. ودي يمكن حاجة من الناس برضو، الشركات اللي هي الصغيرة او الشباب الصغير اللي بيروح بقى الامارات ويجي يقول لك انا هشتغل ويمارس بقى نفس الشغل اللي بيحصل هنا في مصر. فيلاقي بقى ينزل عليه مخالفات، ويروح مثلا يعمل معاملة يلاقي اسمه متعمم ما يقدرش يعمل اي معاملة. فانت شخص منضبط بتلتزم بالقوانين، اهلا وسهلا بك في الامارات. أوكي. شخص غير كده يعني اتعلم الانضباط وتعال. يعني دلوقتي ثقة جلوبال الامارات بتشتغل اكتر حاجة على الاستشارات للمستثمرين الصغيرين والشركات الصغيرة. بالظبط. في مجموعة أنشطة تانية ليها خاصة بقى بنشاطنا الأساسي اللي بدأنا منه، اللي هو الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف. طبعا بتسوق لينا هناك، يعني الزراعة التسويقية لفريفت هنا في مصر. فريفت وريتش مايند يعني ريتش مايند يعني حاجات كده يعني تنوع. يعني هو مش صاحب بالين كداب وثلاثة منافق وكتير قوي. يعني احنا دلوقتي بنتكلم في ريتش مايند تطوير عقاري. احنا ايه اللي جابنا هنا؟ يعني احنا ليه على حدود ليبيا؟ لا ما رحناش لحدود ليبيا ولا حاجه، احنا في هليوبلس الجديده. لا بجد والله، يعني فكره التنوع المختلف ده. ايوه. يعني بتشوفه ازاي؟ بصي الدايفرستي مش انا اللي اخترعته. التنوع ده دي مش اختراع شركه فريفت ولا ثقة جلوبال مصر ولا ثقة جلوبال الامارات، ده حاجه موجوده في الكتب من قبل ما انا اتولد اصلا. فموضوع التنوع ده
اي بزنس اونر او اي رجل عايز بقى رجل اعمال عايز يخلي يعني رجليه على ارضيه صلبه، لازم يعمل التنوع ده. موجود بقى مع رجال اعمال كتير، مش هنذكر اسماء، ولكن يعني لو دورنا ورا كل رجل اعمال مشهور عارفين اسمه، هتلاقيه مثلا شغال في المواد الغذائيه، شغال في السيارات، جزء عقارات. دخل في المجالات دي ليه؟ لان الدايفرستي اللي هو التنوع هو نقطه مهمه جدا من نقاط القوه لاي شركه. تخيل انت مثلا شركه مش تشتت، طالما انت معاك الادوات دي وعارف انت ازاي بتعمل تنوع. يعني على سبيل المثال في ريتش مايند احنا عاملين كولابوريشن بيننا وبين شركه جدران للبناء والتعمير. شركه جدران دي هي اصلا في الماركت من 12 سنه، بتبني في نفس المكان اللي احنا واخدين فيه المشروع بتاعنا. اخترناها لعوامل كتير جدا. انا بعمل ايه؟ بعمل الفيجن، بعمل الميجن، بعمل الماركتنج استراتيجي، بطلع المنتج اللي انا اقدر اكسب فيه واكسب العميل بتاعي برضو. اوكي تمام. دي مهمتي. انا خلصت مهمتي، انا عايز انفذ، بجيب بقى المتخصص ينفذ. فطالما انت قادر انك تدير التنوع ده، ومؤمن كمان بانك بقى الاوت سورسنج والكولابوريشن وبعض المفاهيم اللي تقدر تعمل بيها التنوع ده بدون ما تعمل لود على الموظفين القدام بقى اللي عندك في الشركه اللي في مجال معين. يعني مثلا ما تعملش تنوع وانت عندك 3-4 موظفين، فمعلش بقى يا رجاله احنا ايه، تعالى نساعد بعض، احنا شغالين النهارده وليكن مثلا في المواد الغذائيه، معلش تعالوا بقى معايا نروح نشتغل في العقارات فلفوا معايا على الاراضي. لا، انت كل تيم شغال في المجال بتاعه، في التخصص بتاعه. اوكي، عندك القدرة لده، اعمل تنوع. بنعمل بقى النظرية بتاعت او المثل بتاع ادي لاش لخبازه. ايوه بالظبط. دي اتكلمنا عليها قبل كده لما كنا بنتكلم على التخصص، ان صاحب الشركة مش شرط يكون عارف كل الحاجات اللي بتدور تحت بالزبط. مظلة الشركة، بس ان هو جايب ناس متخصصة بالزبط. فده بيتحقق في ريتش مايند، الناس متخصصة، بيتحقق في كل مشاريع، بيتحقق في جلوبال، بيتحقق ثقة جلوبال، بيتحقق بالظبط. احنا شغالين في الادويه البيطريه وضفه الاعلاف، وانا مش طبيب بيطري. شغال في التطوير العقاري وانا مش مهندس مدني او معماري. شغال في الانتاج الحيواني وانا مش راجل مهندس زراعي. يعني شغالين في كذا مكان، لان انا شغلتي اصلا انا كتعريفي، يعني انا كرائد اعمال بطلع منتج في الاخر. ليه بقى؟ المواصفات بتاعه المنتج ده، انا الفاليو ايه الفاليو اللي موجوده فيه؟ هل فعلا العميل يدفع فلوس في المنتج ده ولا لا؟ هيستفيد منه ايه؟ تمام. انا لبيت له الوانت اللي عنده، ولا منتج زي اي منتج في السوق؟ طالما وجد ان انا قادر اشبع الوانت عند العميل ده، خلاص يبقى انا حققت الهدف اللي انا اصلا بادئ عشان. والحمد لله ده المبدأ ده في كل مجالاتنا. في مجال الادويه البيطريه بنبيع بنفس المبدأ، في ريتش مايند بقى بنبيع بنفس ليه بقى ريتش مايند؟ انا عايزه الاسم، الموضوع ده ليه قصه. عايزه اعرفها. مش الاسم انما الكونسيبت. ايوه، يعني انا مهتم بالمجال العقاري من فتره كبيره. وكمان يعني كنت اشتغلت فتره فيه وانا صغير في الثانويه العامه. كنت شغال في مجال المعماري يعني قبل الادويه، قبل بقى في الثانويه العامه يعني. كنت احنا بادئين من اعدادي. احنا بادئين من بدري قوي. انا قصه كفاح، خلي بالك. ايوه. كنت بشتغل في مجال المعماري يعني. كنت كان يعني قريبي مقاول يعني، وكنت بنزل معاه في المجال ده، نجار مسلح. ايوه. في وسط يعني بتنزل في وسط معمعة الشغل، يعني مش على مكتب. بالظبط. انا بحب ده. فالموضوع بقى بتاع ريتش مايند ايه؟ ده منتج كنا عايزين نقدمه من فتره كبيره، من مثلا 3 سنين ولا حاجه، لما بدا يحصل بقى طفره في العقارات. الشقه ام 500,000 ومليون بقت ب10 مليون. كنت حاضر في معرض عقاري بقى، مكالمات السيلز الجميله اللي احنا كلنا بنشتكي منها دي. يا فندم في معرض عقاري، تعالى ده في عروض. قلت طيب ماشي. كنت ساعتها بدور على شقه يعني. راح بكام بادجت؟ حوالي 2 مليون. يعني عندي استعداد ادفع 500,000 مقدم والتقسيط على 5-6 سنين زي ما بنشوف. ندخل على كل شركه،
شقه ب7 مليون، شقه ب10 مليون، شقه ب6 مليون. بقول لها في ايه يعني؟ البنت السيلز اللي معايا بتقول لي اصل حضرتك لو بادجت. استفزتني الكلمه دي. انا لو بادجت؟ انا 2 مليون 2 مليون بقوا لو بادجت. فالموضوع يعني طب هل انا الشاب الوحيد اللي معاه الرقم ده او اقل منه وبيدور على شقه، ولا كتير؟ في كتير وفي اقل. ده انا بقول ده لا، ده في اقل اقل اصلا من الموضوع ده بكتير. الناس دي بتروح فين؟ الناس دي هل بتلاقي اللي هم محتاجينه ولا لا؟ فلقيت في شريحه كده في النص، لا هي بتروح تشتري في شقق بقى في عمارات سبرت او مثلا في مناطق ممكن تكون قديمه شويه، ولا قادر يروح يشتري في الكومباوند اللي ب10 مليون. تمام. هو عايز برضو سكن نظيف محترم، يلاقي فيه خدمات، يقدر لو هو مثلا حد بيشتغل بره مصر يقدر يسيب فيه اسرته، يكون المكان فيه انترتينمنت اريا، وده اللي احنا موفرينه في ريتش مايند. عدد اسر محدود برضو، لان كل الكومباوند الكبير ليه مميزات وليه عيوب. تمام. واحنا برضو يعني مين كومباوند محدود، عنصر الامان فيه اعلى، جودة الخدمة اللي أنا هقدر هقدمها برضو بشكل أعلى، لأن بخدم عدد أسر أقل. فبالتالي يعني إيه اللي هيحتاجه؟ هو محتاج حمام سباحة نظيف، ابنه لو نزل كده ياخد له غطس ولا حاجة. ده حاجة مهمة والله. يعني يلاقي جيم برضو بسيط بالزبط. يلاقي كيدز اريا، يعني مكان انت مش محتاج تخرج برا كتير بالظبط. وبرضو يكون مهيأ للسكن بعد مدة قليلة. يعني انت متخيلة مثلا الشقة 7 و10 مليون انا هسكن فيها بعد 5-6 سنين. يا عم انا عايز شقة ليا مش لابني. أيوه. انا عايز شقة ليا انا. فالحمد لله يعني هي كانت معادلة صعبة. فضلنا فترة لحد ما لقينا الوجهة اللي احنا نستثمر فيها، بحيث ان احنا نخلي كل العناصر دي موجودة في ريتش مايند. سميناه بقى اسم ريتش مايند، لان احنا عايزين الناس بتفكر بعقلية الريتش. واخدينها يعني شوية من كتاب ريتش داد بور داد. ريتش داد بيفكر بطريقة مختلفة عن بور داد، وانصح الناس يعني تقرأ الكتاب ده، لطيف جدا. تاني كتاب يعني علامات فعلا، يعني كتب بتفرق بشكل كبير. مش معنى كده ان انا باخد الكلام من الكتب واروح احطه في ارض الواقع، لا. هي خبرة عملية حياتية وحياتية بتخلينا ان احنا نعمل حاجة، فبنعملها زي الكتاب ما بيقول. عندي بقى سؤال يعني مهم قوي، يعني هروح لبيفتك، بس امتى حسيت ان انت وانت بتجري من انا مصر ان من اولى اعدادي الرحله بتبدا من اولى اعدادي، امتى حسيت انك من اولى اعدادي لحد دلوقتي في مره وانت بتجري كل ده حسيت انك خدت نفسك وقلت انا حققت حاجه، او انا راضي؟ فين اللحظه دي؟ بصي، هو الرضا دايما موجود معايا الحمد لله. يعني انا شخص راضي جدا، بحب يعني الحاجه اللي انا بعملها، وعارف بشكل كبير جدا ان النتيجه دي مش بتاعتي. يعني انا بسعى وبعمل كل اللي عليا، وفعلا بكون جاد في السعي بتاعي، مش مجرد كلمه وخلاص. لا، انا بسعى بالشكل اللي ربنا قال عليه. يعني اقرا، اطلع، اشتغل، اعمل. فبعمل الموضوع ده. النتيجه دي مش بتاعتي، فالرضا الحمد لله موجود. نيجي بقى في موضوع ان انا وصلت للحته اللي خلاص بقى يعني اهدى وارتاح والقصه دي. يعني هي مستمر وهنجح وهكمل، بس انا بجري بقالي كتير. انا يعني حاسس ان انا باخد نفسي في اي مرحله. الشخص الطموح بقى ما بيعرفش يعمل ده. انا جربت ده كتير، يعني شويه وفرمل اقول يعني خلاص نهدى ونقعد كده شويه على المكتب وما نتحركش كتير والكلام ده. يوم يعني هو فعلا انا النهارده مثلا احس ان انا قعدت كتير في المكتب، اقول لا يعني انا مش انا فاضي بقى. انا راجل فاضي ما بعملش حاجه. فالشخص الطموح اللي عنده تحفيز ذاتي دايما بيدور على حاجه، هدف يقدر ان هو يسعى ليه ويحققه. هي دي حياته. ده كده هو بيستمتع بحياته كده. انما يقعد يصحى الصبح اليوم اللي يعد عليه شبه اليوم اللي قبليه واليوم اللي بعديه، ده كأنك بتدفني الشخص الطموح ده بالحياة.
ده صحيح. فما اقدرش ان انا يعني ممكن من الستريس شغل من تعب الحاجات دي اقعد بس يوم كفايه. طب انا هرجع بقى تاني البيفتك. ايه يعني احنا دلوقتي كنا في ريل استيت تقريبا والتطوير العقاري. احنا دلوقتي رايحين لبيف، يعني ايه الموضوع؟ طيب احنا فين؟ يعني هقعد في كل مشروع اقول ده انا درست قبليه ايوه، وهو ده الصح. يعني قبل ما كل مشروع بتعمله او حاجه جديده بتعملها لازم تعمل ايه؟ سكيل صغير منها، تجس نبض السوق، هتنجح مش هتنجح، تشوف ارقامها ايه، مؤشراتها، هل قابله للتوسع او لا. فاحنا بيفتك احنا بما اننا شركة متخصصة في تغذية الحيوانات والدواجن والاسماك، يعني كل ما هو الادوية البيطرية، في الادوية البيطرية واضافات الاعلاف، احنا تخصصنا الاصيل في التغذية، في الجزء الخاص باضافات الاعلاف اللي هي في جزء التغذية اكتر ما هو علاجي يعني. فكان من الطبيعي او مش من الطبيعي، فكان لما نيجي حابين بقى نعمل حاجة في الانتاج الحيواني، نعمل حاجة مميزة. ايه اللي يفرقك؟ يعني انت هتعمل مزرعة زيك زي ما اي حد عامل مزرعة، ايه الجديد يعني؟ فانا بصفتي يعني حد بقى دارس ماجستير في جامعة بقى اجنبية ومطلع بقى على الحاجات الجديدة وعارف ان اي تكنولوجي بتدخل في شركة بتنقل الفاليو بتاعتها لحتة تانية. عملنا بيف خاصة بقى بالانتاج الحيواني، تك خاصة بالتكنولوجي. فكرته ايه بقى بيف تك؟ هو ابليكيشن. تمام. احنا دايما بنلاقي مشاكل كبيرة جدا في اختيار الأضحية. يدخل عيد الأضحى من هنا نروح ندور بقى على الأضحية، ده السعر ده موجودة مثلا في مزرعة على بعد 100 ولا 150 كيلو، وبرضه في الآخر يعني معظم الناس أو نسبة كبيرة جدا بتضحك عليهم يعني في الحتة دي بالذات. يلاقي ممكن مثلا العجل بعد ما يذبحه يلاقي فيه مشكلة صحية المفروض يعدى فيخسر فلوسه كاملة. يلاقي مثلا اتغش في الميزان، يلاقي مشاكل كتير بقى لا حصر لها ولا عدد يعني. فطبعا مشكلة. طب بيفتك بتعمل ايه بقى؟ بيفتك بقى دي حل المشكلة. تمام. احنا دايما المشكلة لما بتكون موجودة فدي بتكون فرصة كويسة جدا لأي مستثمر لو لما يلاقي ليها الحل ان هو يعني يدخل ويقدم الحل ده، فبالتالي المنتج اللي هو بيقدمه اللي بيحل المشكلة دي ينجح ويبدأ ان هو ياخد وضعه في السوق. أكيد. بيفتك دي هي منصة ما بين منصة في الإنتاج الحيواني ومنصة استثمار. الجزء الخاص في الإنتاج الحيواني إن حد محتاج يشتري الأضحية بتاعته يقدر يدخل يختار الأضحية بالمواصفات اللي هو عايزها. طلعنا من عشوائية السوق إن احنا قننا الموضوع بشكل إنك بتشتري الأضحية بتاعتك من شركة، لو لا قدر الله فيها أي مشكلة في شركة تقدر ترجع عليها. تمام. فبالتالي حقك محفوظ إنك تاخد منتج مظبوط. تمام كده. طيب افرض حد مثلا بيشتري الأضحية قبل العيد ب4-5 شهور. يجي هنا دور الجزء الآخر من الابليكيشن وهو الاستثمار. تمام. ممكن حد يشتري أضحية واحدة ويسيبها لحد العيد ويقدر ان هو يا اما ياخدها او نوفر له خدمات بقى الذبح والتقطيع والتكييس والامور دي، او يشتري اكتر من أضحية. يعني مثلا ممكن يشتري 5-6 أضاحي 10 أضاحي مثلا كنوع من الاستثمار، والشركة بقى تقوم بإدارة الاستثمار ده من رعاية طبية ورعاية بيطرية وتغذوية، ويفضل عندنا في المزرعة. ايه الاستثمار في ان هو يشتري 10؟ مش فاهمة النقطة دي. هيشتري يعني يستثمر فيهم؟ هيستثمر فيهم، بيشتريهم مثلا أوزان 250 كيلو. تمام. وبيسيبهم الفترة بتاعتهم اللي هي 4 أو 5 شهور على دخول عيد الأضحى أو موسم الأضحى. يبدأ يكبروا يحققوا أوزان معينة مثلا 450 كيلو. ويستفيد بإيه؟ بهامش الربح ده. يعني زي مثلا هو اشتراها بحاجة 40,000 مع الرعاية وصلت ل55-56 ألف جنيه، ويجي يطرحها السوق ويبيعها ويستفيد هو من خلالكم، من خلالنا. هو يعني هو كل اللي هيعمله ان هو هيتابع بس حركة الاستثمار بتاعه ماشية ازاي. هو كل اللي هيعمله هيدخل على تليفونه بس كده، يقعد يضغط كام ضغطة كده. فاحنا جمعنا ما بين هي حاجة من عن طريق ابليكيشن، وقد
تظهر للبعض ان هي حاجه فيرتشوال، ولكن لا، ده انا بكلمك على حاجه على ارض الواقع. انت في اي وقت تقدر تروح وتستلم العجل بتاعك كده، مش شرط بعد 4-5 شهور، ومش شرط انك تيجي تستلمه فلوس بعد ما بيتباع بتستلمه فلوس. لا، انت ليك مجموعة رؤوس موجودين برقم معين، بتتابع التغذية بتاعتهم بشكل يومي، بتدخل على الابليكيشن. محتاج بقى انك تزور حتى المزرعة في اي وقت، بتقدر تنسق مع الإدارة المختصة وتروح وتزور وتشوف وتلعب وتسميهم كمان أسماء بقى يعني. طب وده للأفراد ولا للشركات؟ يعني الأفراد ممكن يعملوا ده؟ احنا مستهدفين الاتنين. طب يعني أنا دلوقتي اللي وصل لي إن ده ابلكيشن بيع عجول، يعني أنا صح؟ بالظبط. يعني اذا كنت بتسالي مستغربه، فاحنا بنشتري كل حاجه اونلاين وهنيجي عند العجول ونقول لا مش هنشتريها اونلاين. يعني انا اقدر انزل الابلكيشن واتعامل بقى مع وتشتري وتبيعي عجول. دي يعني فكره يعني هي موجوده، ولكن ايه، مثلا تلاقي جروبس على الفيسبوك بينزل عجول، طبعا بما يعني اكيد مش هيظهر لك حاجات زي كده، انما دي موجوده. يعني الناس بتشتري وبتشوف كل مزرعه بتعرض اللي عندها وبتعمل اعلانات، والامور المفهوم نفسه موجود بس جانب الاستثمار بقى تنظيمه بشكل ابلكيشن موجود برضو باستثمار استثمار عادي. بتحصل بقى امور فرديه، يعني مجموعه صحاب كده يقول لك انا عايز اعمل بقى مزرعه مش عارف ايه، فدي حاجه موجوده. بس دي بقى حاجه منظمه وتتابعها بنفسك، تدخل تطمن على العجول في اي وقت. انا مهتمه جدا. طب مش في خطر شويه برضو فكره ان العجول ممكن مثلا يحصل لها حاجه، لا قدر الله فيروس، لا قدر الله يعني اي حاجه وحشه، يعني بعد الشر عن العجول يعني يا رب ان شاء الله. يعني دي مش برضو ريسك شويه؟ بص، هو اي شغل فيه ريسك، بس خليني اوضح حاجه في الحته دي بالذات. احنا اولا في برامج رعايه بيطريه وتحصين وامور لازم العجول تمشي عليها، ودي حتى احنا كشركه بما اننا يعني متخصصين في الحاجات دي، فاحنا مؤمنين باهميه الامور دي. زائد كمان هي العجول الحاجه الوحيده في مجال الانتاج الداجني والحيواني اللي ينفع يتامن عليها. فعشان كده فعلا يتأمن على العجول بالظبط. ابلكيشن عجول ويتأمن على العجول، موضوع كبير قوي. ده صناعة جميلة جدا، شغل جميل جدا. انا منبهر. العجول نفسها حتى يعني لا المناعة بتاعتها عالية قوية. يعني مكسبها كويس، مش وحش. وانا عندي رغبة شخصية ان انا اعلم الناس تستثمر، لان دي حاجة يعني المصريين محتاجين يتعلموها شوية. احنا مفهوم بقى ان الناس تدخل تخاطر وتدخل في شركة كتير. بتلاقيهم بيميلوا اكتر للاستثمار السهل السريع، اللي بدون مجهود مش عارف ايه. دهب، حط فلوسه في عقار والكلام ده. فمستهدفين برضو ان الناس تاجر، اشتغل، حط فلوسك في عجل، يعني اشتري عجل من عندنا واطمن على العجول، يعني ادخل شوف قوم اطمن على عجولك. بالظبط. يعني عندنا رؤية ان احنا الناس تدخل، مش يا عم احنا نوفر لك السهولة ونوفر لك الأمان إلى حد ما في الاستثمار والمتابعة، ودي حاجة مهمة قوي والمتابعة لأي حد بيحط فلوسه في أي حاجة فيها استثمار، إن هو يتابع الحاجات، يتابع بشكل لحظي، يقدر يدخل في أي وقت على الابليكيشن ويشوف العجول بتاعته وصلت فين، أوزانها، يشوف دلوقتي طب لو بعت دلوقتي هكسب ولا مستني شوية، أو جالي فرصة مثلا إن الأسعار حصل فيها زيادة مثلا غير طبيعية، فلا انتهز الفرصة وبيع دلوقتي. عايز الناس تتعلم التجارة، تتعلم الشغل، اللي بالتالي بقى هيعود على شركتي وشركة وأي حد شغال في المجال. هي دايرة وكلها يعني بتسلم بعض، بتسلم لبعض، صح. وطول ما أي واحد عنده مبدأ وين سيتويشن، أنا أكسبك واكسب، تمام. لو في حد فينا خسران يبقى اعرف ان الموضوع فيه غلط، يعني في مشكلة كبيرة. انما وين سيتويشن، مبدأ تجاري موجود بيخلي العلاقة ممتدة يعني لفترات طويلة جدا. كان في بقى فيديوهات كده كنت شفتها، كان اسمها نفسية رائد. تمام، مظبوط. فانا الاسم كده يعني استغربت شوية، نفسية رائد. يعني قعدت اتفرج شوية. عجبتك الفيديو؟ عجبتني واستفدت منها، يعني استفدت منها. انا
مش بشتغل في الاستثمار. بس انا استفدت منها ليا انا كهبه. تمام. فكره ان البيزنس وصاحب العمل او صاحب الشركه طول الوقت ممكن يطلع يتكلم عن الاستثمار، نستثمر ازاي، نعمل ايه. بس هي الفكره كلها النفسيه. احنا بني ادمين في الاخر. بالظبط. احنا عندنا نفس بشريه في الاخر. أكيد. محتاجه اداره. طب يعني الفكره جات لك ازاي ان اصلا انك تفكر فيها؟ يعني تفكر في فكره ان انت تتكلم في نفسيه صاحب الشركه نفسه ونفسيه أكيد. الناس اللي معاه. جات لك الفكره ازاي واصلا ايه المواقف اللي حصلت معاك من البدايه خلتك تنور معاك الافكار دي؟ هو أسوأ قرار ممكن صاحب بيزنس ياخده تجاه البيزنس بتاعه ياخده وهو في حاله ان هو غضبان، الغضب. او نفسيته مش مظبوطه. حتى لما بتحصل مشكله اصلا هو اكتر واحد بتكون نفسيته مضطربه. هياخد بقى قرار ازاي وهو نفسيته بالشكل ده؟ تمام. خلينا متفقين ان صاحب الشركه ده استحاله تلاقي حد هيجي يطبطب عليه يقول له معلش انت خسرت مش عارف 1,000,000 جنيه النهارده فمعلش. هو اللي مطلوب منه يطبطب على نفسه. هو المطلوب منه حتى لو عنده كوارث ما وراء الكواليس، ولكن مطلوب منه ان هو يحفز الموظفين بتوعه. يعني هيجيب ده منين؟ هيعمل ده ازاي؟ من نفسية مستقرة. من نفسية مستقرة وحد يكون عنده سلام نفسي كده والامور تمام. يعني حتى تلاقيني بكلمك بهدوء. طب ما انا ما كانش عندي الهدوء ده انا بادئ وانا صغير جدا. انا ملاحظه ان برضو حضرتك يعني هادي قوي في ردودك وبتفكر كويس قوي قبل ما تتكلم. بالظبط. فده بيفرق كتير جدا. نفسية رائد مش مجموعة فيديوز. ده لازم كل واحد عنده تكون نفسيته هي اهم حاجة. ما تاخدش قرار في حالة غضب، ما تاخدش قرار حتى في حالة فرح زيادة عن اللزوم. خد قرار وانت في حالتك الطبيعية، وانت في حالتك وانت قاعد زي كده على الكرسي بتفكر. ده رجعنا للتخطيط. بالظبط. التخطيط السليم. للتخطيط. ولكن زي ما انت قلت برضو هي نفس بشرية. ما هو انا مش زرار، انا غضبان دلوقتي مش زرار انا عشان اقول ما تغضبش عشان تاخد قرار. ده لا، بس يعني بقول لك التخطيط من ضمن العوامل مثلا اللي بتخليني هادي. ليه؟ انت وانت بتخطط عامل حسابك على الورست كيس مثلا. صح. انا عامل حسابي ان انا ممكن اخسر في الموضوع ده قد كذا. فتخيل انت لو خسرت وانت مش عامل حسابك وانت بقى عمال تمني نفسك بالاحلام الورديه وبتاع وجيت خسرت لشوشتك، يعني هتعمل ايه؟ اكيد نفسيتك هتكون في الارض. انما من البدايه لو انت مخطط عامل حسابك ان انا في الورست كيس هخسر كذا فهتخطى بالوضع الفلاني. فلو حصل انت برضو عامل حسابه نجحت، فانت برضو خلاص يعني انت كده زي الفل. فنفسية رواد الأعمال دي مهمة جدا. وإدارة جداً. الغضب، ان انا غضبي أديره لان انا صاحب قرار، والقرار ده ممكن يترتب عليه حاجات كتير قوي، فانا لازم اكون بدير غضبي بشكل نفسية كويس. صاحب الشركة ونفسية الموظفين برضو نفسهم. إدارة نفسيتهم بقى يعني. بالظبط. يعني انا عامل مجموعة فيديوز عن التعامل مع أنماط الشخصيات. يعني مثلا ايه، دي دراسة على فكرة. موضوع أنماط الشخصية دي ليها دراسة. انا بقى واخدها من الجانب العملي. والناس دي فعلا انا قابلتهم. يعني مثلا ازعق في موظف الاقيه ساب الشركة ومشي، وازعق في موظف تاني زميله الاقيه يضحك واشتمه مثلا يشتغل ممكن اكتر مثلا. والكلام ده. ففي انماط بقى كل واحد مختلف. في شخص اجتماعي يحب بقى ايه تزعق كده ويهزر والكلام، وحد تاني حساس جدا للكلام. لو قلت له اشتغل باسلوب واشتغل باسلوب تاني ده يزعل جدا، وممكن طول اليوم ما تاخدش منه انتاج. فكان ضروري تبقى فاهم انماط الشخصيات اللي انت بتشتغل معاه. تحقق له برضو بيئة عمل تكون مناسبة ان هو ينتج فيها. ما ينفعش مثلا مش مقدم له تولز عايز يخلص حاجة بسرعة، والحاجة دي معتمدة مثلا ان هو يبقى عنده نت سريع وانت مديله نت بطيء. هيعملها ازاي؟ ودي كلها بتأثر في نفسيته. جميع عوامل النفسية أو العنصر البشري اللي طبعا بتتحكم في نفسيته، أهوائها وميولها ورغباتها والأمور دي، لو أنت استطعت أنك تديرها كويس صدقني كده أنت هيكون عندك جيش قوي في ظهرك يقدر يسندك، لأن أنت بنيت مع رصيد. أيوه. إنما أنا موظف عندك لا بتراعي نفسيتي
وبتضغط عليا بشكل كويس. حتى انا ضد موضوع انت بتعرف تشتغل تحت ستريس. طب ليه تعملوا ستريس؟ طب ليه صحيح يعني ليه السؤال ده؟ مين اللي اخترع السؤال ده؟ مين اول واحد قال؟ يعني عامل حسابه ان شركته فيها مشاكل كتير قوي. مين اول واحد يعني قال الاسترس الطبيعي بتاع اللي هو انا بشتغل كل يوم ده الطبيعي. انما مثلا ما تطلبش من واحد قدرته 10 امبير مثلا تقول له لا انت تطلع لي انتاج 20 امبير. لا، يعني اعرف الموظف بتاعك، لو محتاج تدريب دربه، لو محتاج استبدال بقى يعني ريحه يا اخي. ما تقعدش كل يوم تبكته. طب السؤال بتاع شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ في ناس بتتريق عليه كتير. بس انا شايفه برضو ان يعني للامانه يعني الواحد لازم يكون شايف نفسه فين بعد 5 سنين فعلا. يعني ما ينفعش الواحد ما يبقاش شايف نفسه كمان سنه. يعني لو رجعنا لكلام حضرتك بتاع التخطيط بتاع انا السنه دي هحقق كذا، يعني حضرتك كنت بتتكلم على النهارده هحقق كذا، السنه دي هحقق كذا، كمان 5 سنين انا هكون محقق كذا. يعني ما شاء الله في ناس بتتكلم بال20 سنه وبال30 سنه، احنا كمان 30 سنه نحقق كذا. فالسؤال ده في ناس كتير قوي بتتريق عليه. والله الحقيقه ده يعني علشان ده بيخص الاتش ار قوي. يعني عندنا هو اللي بيسال الاسئله زي كبني ادم مثلا بيبدا حياته في بيزنس. يعني انا لو سالته لحد قدامي انا بس عايز اشوف اذا كان عنده رؤيه ولا لا. صح. عايز اشوف بس رده. يعني ممكن يقول لك والله لا انا ده حاجه ممكن ما اعرفهاش، بس انا حاليا بشتغل 1 2 3. على الاقل مثلا عنده رؤيه ولو بسيطه لسنه مثلا لسنتين. انما يعني ما حدش فينا ما ينفعش حد يبقى ما عندوش رؤيه لحياته. بالظبط. يعني هو سؤال يعني بيضحك كده والناس واخداه ضحك، بس انا شايفه ان بعيدا عن يعني اهميه السؤال اللي قدامك، هو مهم ليا انا شخصيا ان انا اشوف نفسي انا هعمل ايه كمان 5 سنين. وطالما اتكلمنا بقى في الحته دي، محتاجين ان 5 سنين دي انا بالنسبه لي انا بعتبرها هي حاجه جوهريه، بعتبرها عمر. يعني انا لما بقسم شغل عندي انا بقسمه بال5 سنين. انا ال5 سنين دول هاخد مثلا النشاط ده او المشروع ده من النقطه مثلا 0 للنقطه 100 في ال5 سنين دول. اصل لو انت ما عملتش تغير جذري في حياتك في 5 سنين يبقى انت مش تعمله طول عمرك. يبقى صح. يعني 5 سنين ده يعني عمر في سواء بقى وظيفه سواء شركه. فانا مثلا كنت مقسم عمري كده 5 سنين. انا من 20 ل 25 هعمل كذا، من 25 ل 30 بس جيت استعجلت بقى شويه. من اولى اعدادي ومقسم. بس يعني جيت استعجلت امتى؟ استعجلت بقى في موضوع ان انا اسست الشركه. يعني كنت عامل حسابي ان انا هيبقى عندي شركتي وانا عندي 30 سنه. قلت لا، ده 6 سنين دول لسه بدري عليهم، 30 سنة دي لسه بدري عليها، بقى لسه 6 سنين. فاستعجلت شوية. ولكن يعني أنا بنصح كل واحد السن اللي تحت 30 ده سن الباور. وما بيعجبنيش شوية أو بشوف التسرع بقى إن حد يبقى لسه خريج النهاردة وبيدور على مرتب مثلا بالشكل كبير أو كده. حقك تاخد مرتب آدمي بالزبط. ماشي. ولكن اعرف ان صاحب الشركه ده او اللي بيعمل معاك مقابله هو ما بيدفعش فيك كشخص، هو بيدفع على الفاليو اللي انت هتقدمها كشركه. فما تقعدش بقى في الكليه 4 سنين 5 6 سنين انت اللي بتصرف فيهم وبتدفع فلوس وجاي عند حد بيحسبها بقى من أول يعني يوم. انا هديك 1000 فهتديني ايه؟ فلازم تعمل بالانس، ولازم وانت قاعد بقى في الانترفيو تظهر الفاليو اللي انت هتقدمها لصاحب الشركه دي. طيب يعني ممكن مثلا حد يكون مش دارس ويحقق النجاح اللي احنا بنتكلم فيه ده؟ اكيد، بس نجاح لحد فين؟ لو هو مش دارس وما اشتغلش على نفسه برضو ان هو يتعلم فهينجح، بس نجاح محدود. مهما كان هو نجاح محدود. اما ان الشركه هتكون مرتبطه بيه هو شخصيا، تعب فالشركه تعبانه، هو موجود فالشركه موجوده، مش موجود فالشركه مش موجوده. ولكن لو المشروع بتاعه ده نجح قوي فهيلاقي نفسه بيستعين بقى بالخبرات اللي احنا بنتكلم عليها. زي مثلا نموذج بيشرف مصر كلها الحاج محمود العربي. هو شخصية الله يرحمه، شخصية يعني هو نفسه بيقول أنا ما كنتش متعلم. بس الراجل إلى حد ما كان بيحاول إن هو يتعلم. حاليا الجيل الثاني
لا شخص من الناس متعلمين جدا جدا يعني ومصروف عليهم واكيد كتير. الراجل ده برضه الله يرحمه جاب الله ناس يرحمه. بتفهم في كل حاجه طبعا من الحاجات اللي بيشتغلها علشان يحقق الامبراطوريه دي بالظبط. يعني وناس كمان بتتكلم عنه بشكل بالظبط. يعني مش شرط جداً. تكون دارس MBA ولا شرط تكون دارس الكلام ده، ولكن اعرف ان متجدد. في الاخر متجدد مطلع والكلام ده. وطول ما انت يعني خلاص اصل البيزنس ده هو حجم تمام، انا حجم كده والبيزنس بتاعه حجمه كده فالموضوع ماشي فت. انما البيزنس بتاعي بحجمه كبير وانا ما زلت صغير فاكيد فكره الجاكيت الجاكيت ايوه بالظبط ده. انا مركزه برافو عليك. طب يعني فكره الموظف يعني احمد جمال الموظف شفت ارتحت ازاي انت بتقول احمد جمال الموظف. الاستقرار الوظيفي الفلوس اللي بتيجي اول الشهر التامين الصحي، هنتكلم على العادي بقى مش المحدودي الدخل، بنتكلم على الموظف العادي اللي هو الفئه الاكبر من المصريين واللي حضرتك كنت في يوم من الايام نفس الشكل ده. مرتب بيجي اول الشهر، اجازه اسبوعيه يوم او يومين في الاسبوع، مواعيد عمل محدده، الراحه بتاعت انا مالي انا بعمل شغلي، انا مش باخد قرار للشركه كلها، انا بعمل الحته بتاعتي. في خلال بقى كل الرحله الطويله اللي ان شاء الله تمتد لسنين وسنين يا رب ان شاء الله، يعني في خلال ده ما فكرتش في لحظه اللي هو انا هسيب كل ده وارجع تاني اخد نفسي كده وابقى موظف واخد فلوس واروح في معادي وارجع في معادي وما شيلش كل الريسك ده ولا ما فكرتش فيها؟ هكون بكذب عليك لو قلت لك لا ما فكرتش بجد. ده انا فكرت كتير جدا ترجع موظف. وده يعني هو اصلا اي واحد صاحب بيزنس على طول بيفكر في ده، واي حد يقول غير كده فهو يعني بيكذب على نفسه، لان يعني انك تكون صاحب شغل ده موضوع صعب برضو، مسؤوليات كتير وحاجات كتير جدا وبقى ابس اند داون بقى، ويعني ومشكله هنا على حته بقى معصلجه هنا على الكلام ده. فاكيد يعني بطبيعه النفس البشريه فكرت فيها كم مره؟ طيب لا كتير يعني كتير. طب اخر مره بس انا عارف بقى، انا عارف نفسي ان انا ايه اللي هو بستهبل بقى يعني. طب ماشي بمشي معاها شويه والله، ولو كنت ارجع بقى موظف تاني واهدى وبتاع، بس عارف ان ده فتره مؤقته، لان اللي جرب يبقى عنده شغله الخاص ويجرب نجاحه هيكون من الصعب جدا ان هو يتراجع بقى ويرجع موظف تاني. هو نفسيا حتى ده لا قدر الله حتى لما بيحصل له دروب يقول لك هو انا هرجع موظف تاني؟ هو انا لسه بقى حد يجي يقول لي اعمل مش عارف ايه ويتحكم فيا والكلام ده؟ فهي نفسيا صعبة. فلا يعني انا عارف نفسي ممكن امشي معاها شويه واقول لها برافو وكده ونرجع موظفين، بس الصبح اقول لها بقول لك ايه احنا عندنا شغل يلا على الشغل. طب في مره كده اكيد كانت صعبه يعني في كل اللي حصل من البدايه من اولى اعدادي من اولى اعدادي. فرق معاك قوي؟ انا فرق معايا اولى اعدادي قوي. انا اصلا بحب قوي الناس اللي بتشتغل وهي صغيره، وبحب قوي الناس اللي بتشتغل جنب الدراسه، وبشوف ان دي حاجه مهمه جدا، مهمه لشخصيتهم اكتر من العائد المادي. فدي كده بالنسبه لي بشوف ان لما بشوف اي حد من حواليا بيعمل ده بنت او ولد، انا بحس ان دي حاجه ليها قيمه كبيره قوي يعني. فبجد من اولى اعدادي لحد اللحظه اللي احنا فيها، اكيد في مره حسيت ان امضان مش قادر، انا عايزه ارجع موظف دلوقتي حلو. في لحظه كده كانت الدنيا مكركبه قوي كانت طبعا يعني هي ما تغششها لنا كده، قول لنا ايه في لحظات كتير، بس صدقيني في اصعب اللحظات والحاجات اللي ممكن يعني تخلي اي حد يقول لا كفايه كده انا لازم ارتاح، ما كانش ان انا ارجع لوظيفه ده اوبشن بالنسبه لي. صعب يعني، هو ضد شخصيتي خالص. بقولك انا عدو الوظيفه، ومش معنى كده ان الموظف ده يعني حاجه مش لطيفه، بالعكس قدرات البني ادمين مختلفه عن بعض. بالعكس يعني احنا حتى دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه الموظف نفسه هو ممكن يكون رائد اعمال في مجاله. يعني مثلا الديزاينر
ما هو الصبح ممكن يبقى موظف عادي في شركة واخر اليوم يبقى فريلانسر. طب ما ده رائد اعمال، ما هو بيحقق دخل زائد عن الدخل اللي عنده، بيقدم مثلا لو مميز شوية او بيقدم حاجات ممكن يعمل فلوس اكتر كمان من اي حد صاحب شركة. ولكن لا، يعني انا في الفترة اللي كلمتك عنها ان الموظفين بقى في الشركة مش، وانا قمت بقى بكل ادوار الشركة، من امين مخزن، انا امين المخزن، انا الحسابات، انا مدير الشركة، انا الاوفيس بوي، يعني انا كل حاجه. لا ما كانش ساعتها حتى ان انا اتراجع ده اوبشن خالص، يعني لدرجه يمكن بقى ايه ساعتها فقدت الثقه شويه في الناس. فكان دي كان لازم اعالجها جوايا عشان اعرف اتعامل مع الناس تاني، لان التيم اللي كان موجود ساعتها كنت بقى يعني كنت بتثق فيه قوي. كنت واثق فيه جدا، وكنت يعني بقدم له اللي انا استطيع ان انا اقدمه له، واللي مش نفسك بديله يتقدم حقه. لك لما كنت موظف بالظبط. يعني كان بقى يعني كنت بقدم لهم كافة سبل الدعم، وده غلط لان ده بيدي لاحتراق نفسي. ما انا باخد من طاقتي، باخد انا من سلام النفسي. لما الاقي نفسي داخل في مشاكل هي مش بتاعتي، ممكن اسبورت معاه بكلمة بالحكاية دي. يعني حتى في الفترة دي اشتغلت في اوبر، كنت الصبح صاحب شركة واخر اليوم في اوبر. ما كانش الهدف مادي ان انا بقى ادخل فلوس اكتر مع ده علشان اتخطى الازمة، ولكن انا كنت عايز اقابل ناس كتير، تفريغ طاقة مثلا، اقابل ناس واشوف الشخصيات، وكنت ببقى متواجد تعمل انترفيوهات بقى، وانا يركب معاك موجود. حد مش عايز تشتغل لا مش انترفيوهات، لا كنت بشوف بقى ايه. انا في برضو الشركة كان بدايتها من الشرقية، من الأقاليم، وفضلت في الأقاليم يعني الشركة فترة. أصلا بدايتها من الأقاليم، بدأت في الشرقية. وفضلنا وما زلنا لحد الآن فرعنا في الشرقية محتفظين فعلا؟ بيه، وده يعني إن شاء الله متواجد على طول يعني. العودة للجذور. فكان إنك تلاقي حد من سنك تقدر تستشير وتقول له ده أنا عندي المشكلة دي، طب أعمل فيها إيه، ده ما كانش موجود. فكنت بقى وأنا شغال في الحتة بتاعت أوبر دي، كنت بروح في الاماكن اللي انا متاكد ان اللي هيركب معايا ده حد عقليه كويسه اقدر ان انا اتناقش معاه. فبدا يقعد ناس معايا تاثر فيا بالكلام، نقعد بقى ندردش ونحكي والكلام ده يعني. فكنت بقابل مثلا صاحب الشركه اللي تقاعد بقى، انا خلاص عملت شويه الفلوس اللي انا عايز اعملهم وقاعد يعني. ده الحلقه الاخيره. الاقيه هو بيطلب اوبر يروح عند اصحابه في مكان ما يسوقش. ما يسوقش خالص. يلعب معاهم بقى الالعاب بتاعتهم دي ساعتها يعني، ويرجع بيته وخلاص على كده. فدردشت معاه وبتاع وحصل كذا، وانا متاثر وشايف ان ده نهاية العالم يعني، وازاي ده انا كنت بديهم اكتر، وانا كنت ببقى متواجد معاهم، واديت ده مش عارف عربية ايه وساعدته في ايه. قال لي ما ده العادي، انت ما بتقولش حاجة مش يعني مش موجودة يعني، ده الطبيعي. فلسه هتمر. وفعلا كان عنده حق يعني. اللي مريت بقى بيه بعد كده يعني، ده اللي فات ده كان لعب عيال يعني، ده ما كانتش مشاكل، ده كان زغزغة يعني حد كان بيهزر معانا يعني. يعني ضروري حتى دي ممكن ناخد منها حتة انك تدير نفسيتك يعني. في وقت الغضب ما تقولش لنفسك ما تغضبش، لا الغضب شعور طبيعي، بس ازاي اديره طبعا. بالظبط. يعني عندنا شوية ظروف كويسة يعني الحمد لله. عندي سؤال بقى يعني عايزة اعرف اجابته جدا. شايف انت يعني ممكن توصل لايه تاني، او عايز تعمل ايه تاني، او اللي يعني جاي عامل ازاي؟ انا بالنسبة لي شايف ان انا لسه في بداية الطريق يعني. عدى دلوقتي 10 سنين على بداية اول شركة، ولكن يعني عندي خطة طموحة يعني بشكل كبير. ففي كتاب بقرأه الفترة دي اسمه ايه بقى، اسمه From Good to Great، من جيد الى عظيم. تمام. فالكتاب ده بيوضح صفات العظماء وصفات الناس الجيدين. فمن ضمن بقى صفات العظماء ايه، ان هو بيهتم باسم الشركة، بيهتم بالقيمة اللي هي بتقدمها، بصورة الشركة، بان الشركة تبقى مستمرة كمان حتى بعديه علشان يخدم المجتمع بتاعه. فبنحاول يعني نعمل حاجة مميزة يعني. حضرتك بدأت طبعا يعني 24 سنة، فانت كده يعني تعتبر
اصغر رائد اعمال؟ يعني انت كنت اصغر رائد اعمال لا في أكيد السن؟ يعني لا اكيد كان في ناس اصغر مني، بس يمكن الوقت ده سن 24 سنه ان هو يعمل شركه ده حاجه بقت عاديه يعني. هنا يعني طبعا حاجات كتير اختلفت. الاي اي دخل، حجم المعلومات المتاحه في كل المجالات بقى بيسهل الموضوع بشكل كبير. انما يعني في ساعتها في الوقت اللي احنا يعني اللي انا اسست فيه الشركه فعلا يعني مش كتير كان عدد قليل يعني، ما كانش العدد كبير. اقل بكتير من دلوقتي. بس يعني كان اكيد برضو زي ما قلت لك كانت بتعمل يعني هدك عليا في دلوقتي بعض الحاجات. في السن ده كتير بيحصل ده واصغر من سن كده يعني. يعني معظم يعني الموضوع معظم جين زي اصلا عايز يبقى عنده اصحاب شركات وبتاع. ايوه يعني حاجه كويسه، بس يعني اعرف انك داخل على تحدي صعب، تحدي لازم كبير. تبقى قده. انا عايزه اقول لك سر بقى من اول الحلقه يعني. صدق. يعني مش عارفه اقوله ازاي، بس انا خريجه اداره اعمال. صحيح بجد. بس انا بجد يعني هي فكره الشغف وحب حب الدراسه، ان انت تحب الدراسه اللي بتدرسها فتطلع تشتغلها، دي حاجه مهمه قوي. طبعا. انا ما حبيتش الدراسه بتاعتي، وانا درست في غيري مثلا ما يكونش درسها وراح يدرس، ياخد الدبلومه، ياخد اي حاجه علشان يشتغل في المجال ده. انا درستها بس انا استفدت قوي. بالظبط يعني. يعني انت ممكن تكون العكس. يعني مثلا احنا وانا في الماجستير معظم الناس اللي بيكونوا موجوده مش خريجين اصلا كليات تجاره اساسا يعني، ورايحين يعني للمجال. زميلي مهندس، طبيب، يعني بمختلف بقى التخصصات والاتجاهات، ضباط جيش، يعني لا، اداره الاعمال النهارده بقت مطلب في كل المجالات. بس في حاجه مهمه قوي من الكلام اللي احنا اتكلمناه كله، ان فكره اداره الاعمال، يعني انا كهبه في شغلي كفلان كعلان، الاداره دي اداره اعمال اللي انت بتعملها، ما هو مش شرط تكون بزنس بس. يعني انا كهبه استفدت من ده، ان انا في اداره لشغلك. بالظبط. انت ممكن حتى لحياتي تاخدي الحته اللي ممكن تكون مناسبه ليكي. بالظبط. يعني مثلا انت عايزه لا ادرس بس ماركتنج عشان اماركت لشغلي مثلا في حته معينه. بس ضروري في الاخر تبقى عارف انك مش شرط تبقى انت منتج في حد ذاتك كويس او جيد او عظيم. ده حقيقة. انت تبقى قادر تقول للناس ده وتوري الناس انك مثلا لو شاطر ورينا شطارتك، خلينا نشوفها. أيوه. ما تقولش انا شاطر، يعني ورينا الشطاره دي. فهتوريها لنا ازاي؟ لما تدرس بقى الماركتنج مثلا، والماركتنج ميكس ده بيبقى ازاي، والحاجات الدنيا دي. السريعه والحياه اللي بقت التكنولوجي فيها داخله في كل حاجه، والاي اي خلت كل حاجه لازم تكون متجدده ومتطوره، ولازم كل واحد يدرس كل نواحي المجالات علشان تخدم على شغله. بالظبط. فده مهم، ده مهم جدا. ان واللي مش هيواكب الحته اللي انت بتقوليها دي، انا دايما بقول لو انت في مكانك وفضلت في مكانك فانت تراجعت كتير ورا. ده حقيقة. انما يعني علشان تفضل مكانك لازم تجري. بالظبط. عشان تحافظ على مكانك في السوق، مكانك وسط المنافسين، ومكانك وسط زمايلك، لازم تجري وتطلع وتطور من نفسك وتطور من أدائك. ويمكن يعني احنا دلوقتي بنشوف بعض المهن وبعض الوظائف بتتلاشى وما بقتش موجودة لدخول بقى الاي اي. طب تخيل المجموعة منهم طورت نفسها وقدرت ان هي بقى تستخدم الاي اي وتعرف تعمل البروموت بتاعه بشكل عامل ازاي وتطلع منتج بتاعه منه كويس جدا. اكيد الناس دي حالها افضل من كل واحد انكر يقول لك لا انا كده كويس، انا قاعد كده اقعد على الكمبيوتر بتاعي عارف حتتين حلوين كده وخلاص. انا مبسوطه ان انا كنت معاك النهارده، مبسوطه بالمناقشه دي يعني. اتبسطت معاك، نورتنا. ربنا يخليك جدا.